بالنسبه بقى ان انتوا اغلبكم طلبه ثانوي، وطبعا كليات برضو انتوا معانا وكده. احب اديكم بقى نبذه عني الاول. انا خريجه بكالوريوس علوم وتربيه قسم كيمياء. لو انتوا عملتوا سيرش عني في جوجل سلوى ابو زيد او سلوى محمود ابو زيد بالعربي، هتلاقوني ان انا محاضر على مستوى العالم، واخده درع جوجل، اتكرمت من وزيره، بتكلم في مؤتمرات عالميه، مدرسه ساينس، بعمل تدريبات للانجليزي، حاجات تبع الاجانب في البرمجه، وحاجات كتيره كده. طب هو ايه اللي دخل التربيه في الموضوع ده؟ وبالذات الناس اللي داخلين ثانوي ممكن يفكروا يقولوا هي دخلت تربيه يعني جايبه مجموع حاجه و80. انا داخله تربيه بمجموع 96 وشويه. دخلت تربيه عشان حابه المجال ده. بس في فكرة، أنا في ثانوية عامة كنت مظلومة في 2%، عشان تكونوا فاهمين برضو الموضوع. أنا كنت ثانوية عامة 2015، سنتها كان فيه الغش وما إلى ذلك، زي ما انتوا فاهمين، نفس الاسطوانة ونفس اللي بيحصل معانا ونفس كل حاجة اللي فيها ناس بتتظلم. بس مع مرور الوقت أنا اكتشفت إن أنا ما اتظلمتش خالص، وإن ربنا كان عامل لي طريقي بالطريقة أصح من اللي أنا كنت متخيلاه. أول ما خلصت ثانوية عامة وجبت الدرجات بتاعتي اللي هي كانت 96 وشوية، واكتشفت ان انا لما عملت تظلم في مادة، اكتر مادة انا قوية فيها اللي هي الانجليزي، لقيتني ناقصة فيها 8 درجات، 2%. فعامة زعلت، وما جيت اختار مرضاش ادخل علاج طبيعي ولا دخلت علوم، قلت هدخل تربية. يشاء القدر ان الدكتور ده يحرجني قدام زمايلي. وعشان اقول لكم ان هي مش كل حاجة بالسهولة، لا، اكتئبت وزعلت جدا وما الى ذلك. بس الدكتور ده يرجع الفضل ليه كله، لان لولا ما هو احرجني ما كنتش عارف يعني ايه سوفت سكيلز. احنا كل حياتنا ماشيين ونتعلم حاجه اسمها هارد سكيلز. يعني ايه هارد سكيلز؟ يعني بتعلم الرياضيات، وبتعلم قاعده فيثاغورس، وبتعلم الفيزيكس، وبتعلم الموتور ده بيشتغل ازاي، وبتعلم الكيمياء، وبتعلم الفيلسوف ده قال ايه وما الى ذلك، وبنحفظ وبنفهم وكل حاجه تمام، وبنطبق وبنحفظ قاعدة النحو وكل ده. ده كله اسمه هارد سكيلز، اللي هو ما يجي اسألك 1 2 3 ترد على طول 1 2 3. لكن الحاجة اللي هي كانت ناقصة عندي بشكل كبير جدا هو السوفت سكيلز. فأنا جيت أبص لقيت الموضوع السوفت سكيلز دي حاجة مهمة جدا، وحاجة ضرورية إن أنا أعرفها. ليه؟ لأن أنا ما كانش عندي إزاي تقف تدي محاضرة، إزاي أتكلم مع الناس، إزاي أقنعهم، إزاي أعمل كذا. غير كمان ان في حاجه مهمه اسمها العمل التطوعي. برشح العمل التطوعي جدا جدا جدا. ليه؟ انت في مرحله الثانوي ممكن وانت داخل الكليه ممكن محتاج ان انت تتقبل في منح دراسيه، بما ان الاغلب مننا آم، اوكي، بما ان الاغلب مننا في مرحله الثانوي، في كتير مننا بيبقى حابب انه يخلص الثانويه عامه ويروح يسافر على منحه. بس هو ايه اللي بيفرقنا؟ واحد بيتقبل والتاني ما بيتقبلش. الحاجات دي بتفرق معانا في ان انت بتعمل عمل تطوعي ولا لا، بتخدم مجتمعك ولا لا. هتقولي طب هو العمل التطوعي هيفيدني في ايه؟ ده انا بشتغل للمجتمع من غير ما اخد مقابل. لا، هيفرق معاك جدا. ليه؟ لانك مثلا انا شغاله في عمل تطوعي من سنه اولى. ولما اشتغلت في العمل التطوعي اكتشفت ان انا بتعلم مهارات كتيره جدا. ما باخدش مقابل، بس بدأ ان انا اتعلم اشوف الفريق، قائد الفريق بتاعي بيتكلم في حاجه معينه، سبيكر ازاي، طب هو بيقول ايه، وبدأت اخد نوتس انا ممكن اعمل ايه، اطور من نفسي في ايه، وبدأت اتعلم منه. وبدأت ان انا ادي محاضرات على الخفيف، لسه اللي هو على قد 10 طلاب، بعد كده 20، بعد كده ما شاء الله دلوقتي بقى بيعدي الالوفات كمان في الحضور. بس انا ما كنتش هوصل للالوفات دي الا لما كنت دربت نفسي في الاول. فالحاجه كبيره جدا اللي بتساعدني هي العمل التطوعي، منها بتخدم المجتمع، ومنها في نفس الوقت بتطور مهاراتك السوفت سكيلز. لانك طول ما انت بتذاكر فقط، دي كده انت مش بتطور مهاراتك الواقعيه. كتير اكيد منكم شاف مشكله كبيره جدا بتقابل الشباب، ان بيقابلنا مشكله كبيره جدا ان احنا بنيجي نبص نلاقينا ما عندناش المهارات، ما عندناش، مش عارفين اصلا نشتغل في السوق للاسف، لان ما عندناش المهارات خالص، ولا عارفين نلاقي وظائف معينة، ولا عارفين نعمل اي حاجة خالص. اوكي. انا في موضوع مهم جدا بيواجهنا كخريجين وكأنتم كمان.
اللي هو اول ما بنيجي بندور على شغل، بندور على منح، بندور على اي حاجه، مش متاح لينا اي حاجه خالص. وده نتيجه ان احنا ما عملناش خدمه مجتمعيه. فالعمل التطوعي مهم جدا ان انا اعمله، لان هو ده اللي بيضمن لي ان انا اقدر الاقي وظائف بعد كده، اقدر الاقي منحه تقبلني وما الى ذلك. اصلا انا هقدم لك خدمه اجتماعيه، طب وانت قدمت ايه اصلا للمجتمع حواليك؟ فدي حاجه مهمه جدا لازم ان انا احطها في البال. العمل التطوعي، والعمل التطوعي فيه حاجات كتيره جدا اللي ممكن ان شاء الله ابقى اوريكم ايه الحاجات اللي ممكن تقدموا فيها باذن الله في الاخر. فالسيشن بتاعنا النهارده هنتكلم عن communication skills, speaking and presentation skills, body language، وطبعا في وقت للايه للكويشنز بتاعنا. فانا عندي 3 حاجات مهمين هنتكلم فيهم. communication التواصل، ودي هتكون اول حاجه. بس قبل ما نتكلم في الكوميونيكيشن هقول لكم تاني برضو احنا ليه بنحتاج soft skills. why do we need soft skills. soft skills عشان انت في ناس كتير هتيجي تبص تلاقيهم هما بيتكلموا يقول لك ايه ده، انا طالع الاول على الدفعه، او انا فلان الفلاني وجايب درجات نهائيه، وتيجي تبص تلاقي انه انت ما اشتغلتش وصاحبك اشتغل. طب اشمعنى هو اتقبل في العمل وانا ما اتقبلتش؟ ساعات بيبقى عند الناس للاسف حاجه اسمها زي التوحد كده، او زي ايه anti sociable person. anti sociable person يعني شخص مكسوف يتكلم، مكسوف يعمل تفاعل، مكسوف يعمل كذا. وانت لما بتكون في العمل التطوعي او في منحه او في شغل او في اي حاجه، حتى لو انت مثلا بيفكر لو بتيجي تعمل انترفيو تنقل من مدرسه لمدرسه، دايما تلاقيهم بيتكلموا ان الطالب التوكتيف اللي بيتكلم كتير واللي عارف يتعامل ويضحك ويعمل، هو ده اللي دايما بيحطوا ان هو ده الشخص اللي بيكون عليه السبوت لايت. ممكن اللي عاوز يسال سؤال يكتب عادي في الشات يعني. فدلوقتي من الحاجات المهمه جدا ان انا اعرف اتواصل مع الناس، اعرف ان اعمل نيجوشيشن، اعرف ان اقنع الشخص اللي قدامي بالحاجه اللي انا محتاجها، بالحاجه اللي انا عاوزها. يعني مثلا كان في لقطه لحاجه اجنبيه، الطفل بيوريك ازاي اقنع بابايا ان انا عايز اكل ايس كريم. في اول لقطه جاب ان هو، ودي عن طريق النيجوشيشن اللي ليها علاقه بالسوفت سكيلز، خد بالك. فعمل ايه؟ الطفل راح لابوه وقال له بابا انا عايز اكل ايس كريم. قال له لا دلوقتي خلاص ميعاد نومك، ما ينفعش تاكل ايس كريم. فخلاص طريقه النيجوشيشن هنا، طريقه الاقناع ما كانتش كويسه. عامل زي ما بتيجي تروح لباباك تقول له ايه انا عايز لابتوب وخلاص والموضوع اتقفل، فيقول لك لا مش هينفع دلوقتي. شوف الطريقه الثانيه اللي الطفل دخل بيها للولد لابوه، قال له بابا انا عايزك عايزين نتكلم في حوار، وعايز احكي لك على حاجات وحصل ايه في يومي في اثناء واحنا بناكل الايس كريم. وقتها الاب بيسمع الحوار ان انا ايه عاوز اتكلم معاك، عايز اعمل كذا. فدلوقتي الحوار وطريقه الاقناع مختلفه تماما. نفس الفكره لما بنيجي نقنع اهلنا ان احنا عاوزين حاجه معينه. لما تيجي تروح تقول لباباك مثلا او مامتك انا عايز انا عايز مثلا قول انا عايز جزمه جديده وخلاص، هيقول لك لا ما انت عندك جزم. لكن تقول له مثلا بطريقه تانية اللي هو ايه والله انا الطقم ده انا رايح بيه مقابله كذا، فكنت حاسس ان لو كنت جبت جزمه جديده كان هتناسبني وهسيبها للمناسبات اللي حاجه زي دي. انت بتقنعهم بطريقه هم حابين يسمعوها، وفي نفس الوقت يقول لك طب تمام ماشي هنعملها لك. يبقى في طريقه ايه نقاش، لكن ما تديش اوامر. لما بنيجي عاوزين حاجه من حد ما بنديش اوامر، احنا بنعملها بطريقه اللي هو إيه زي الماركتينج. يعني مثلا حاجه من الحاجات اللي انا عملتها النهارده، انا عايزه اسوق لمنتج معين، فوانا بتكلم مع العميل بتاعي بيقول له والله انت عاوز انجلش، تمام انا بس بخلص البرمجه والساينس الاول التدريبات، وبعد ما اخلصهم هبدا في الانجليش. فايه اللي حصل؟ هو ذات نفسه قالك ايه ده، هو انت عندك برمجه وعندك عندك يا ساينس، فانت سوقت لنفسك بطريقه غير مباشره. اهو ده نفس الحاجه في حياتنا. ده نفس الحاجه في حياتنا يا شباب، ان احنا بنحاول بقدر الامكان نسوق بطريقه غير مباشره. اتمنى صوتي يكون واضح، وفي ناس بتقول الصوت مش قد كده. اول حاجه الكوميونيكيشن. ما هو الكوميونيكيشن؟ التواصل. كتير مننا عارف موضوع التواصل، يعني انا مش عارفه اتواصل مع الناس، مش عارفه اتكلم معاهم. لا، في طرق معينه للتواصل عشان
اطور نفسي فيها، الناس تقبلني، عارفه اتكلم، اخلي ان اللي قدامي يتفاعل معايا، مش اللي هو تمام وخلاص يقفل الحوار. عشان اطور مهارات التواصل لازم اتفرج على اصلا افلام وموديل كونفرزيشن سكيلز. يعني ايه؟ يعني دلوقتي انا رايح اقدم على انترفيو، او رايح اعمل انترفيو على فكره مدارس او ايا كان، او رايح اعمل مثلا اي حاجه، رايح اتقبل مثلا، رايح اعمل مقابله في ان انا اتقبل في عمل تطوعي، رايح اعمل كذا. فقبل ما اروح اصلا للمقابله لازم ابقى عامل حسابي ان انا ادرب نفسي على الحوار، اشوف حوار مسبق الاول. هل الحوار ده يعني ما ينفعش اروح يعني فجاه كده، زي مثلا في سيشن النهارده ما ينفعش فجاه يقولي ايه يلا في سيشن تعالي ادخلي، برغم ان انا ممكن ابقى قايله السيشن ده اكتر من مره، لو انا ما حضرتهوش مش عارفه اتكلم. فما تقولش اصل انا حافظ، اصل انا عارف ايه اللي هيحصل. لا، لازم دايما اسمع واطور نفسي دايما. عامل زي ما انت لما تيجي تذاكر اي ماده تلاقيك حافظ الماده كويس جدا ومش عارف ايه، ولو سبتها مثلا من العيد وجيت دلوقتي تفتكرها هتلاقي المعلومه ضايعه منك برغم ان انت كنت حافظها كويس جدا. فالمفروض لازم دايما يكون في مراجعه. ولازم في الكونفرزيشن والكوميونيكيشن سكيلز استخدم التكنولوجي. طب استخدم التكنولوجيا في ايه دلوقتي؟ انا واحد عايز اعمل حوار، استخدم التكنولوجيا في ايه؟ والله بستخدم التكنولوجي في ان انا اشوف جيميناي او شات جي بي تي. جيميناي ده موجود على جوجل، اكيد كلنا عندنا بنيجي نعمل سيرش جوجل بنلاقي جيميناي او شات جي بي تي. وعلى فكره اللينكات والحاجات اللي انا بتكلم عليها دي والعمل التطوعي هبعت لكم لينك موجود فيه كل الحاجات اللي انا بتكلم عليها دي يا شباب، وفي شهادات مجانيه وكورسات وحاجات كويسه جدا ممكن تتابعوا عليها. فدلوقتي التكنولوجيا اقدر استخدم فيها ايه؟ ان انا مثلا اقول انا دلوقتي رايح مقابله عمل تطوعي في فريق مثلا بتاع جوجل مثلا، او في فريق مش عارف كذا، ايه الاسئله المتوقعه او ايه الاجوبه كذا. طب انا دلوقتي لو انا داخل في مقابله وقال لي ايه نقاط الضعف بتاعتك، انا ايه الاجابه المقنعه؟ بتسال التكنولوجي، بتسال شات جي بي تي، فهيقول لك الاجابات. عارفين من الحاجات اللي بيقول لك مثلا السؤال اللي بيساله لك دايما يقول لك ايه؟ ما هي نقاط ضعفك؟ انت عارف ان انت ممكن تقلب السؤال ده من نقاط ضعفك لنقاط قوتك ازاي؟ يعني ممكن اقول والله انا من نقاط ضعفي ان انا منظم زياده عن اللزوم، حتى لو هياخد مني وقت زياده واوفر تايم، لان انا عندي التنظيم ده حاجه هستيريه كده عندي. فدلوقتي انا قلبت العيب اللي انا فاكره مثلا لميزه. يعني دلوقتي بالنسبه لك عيب ان انت بياخد منك مجهود ووقت عشان تنظم، لا انا دلوقتي قلبته ان هو بقى ميزه بالنسبه لي. اوكي. مفروض reinforce active listening، ودي دايما اللي احنا اهالينا بيقولوا لنا اسمع الاول قبل ما تتكلم، اسمع الاول قبل ما تتكلم. ليه؟ لانك طول ما انت بتسمع حد قدامك مش مهم تثبت نفسك في الكلام، وخلي علاقاتك مع ناس موجودين في المجال اللي انت نفسك فيه. انت دلوقتي نفسك تدخل طب، يبقى خلي دايرتك مع الناس اللي في طب. عايز دايرتك تكون مع الناس اللي في علوم، خلي دايرتك من العلوم واتكلمهم واسمع اكتر. بلاش ان انا اقعد اتكلم عايز تثبت نفسك انا عارف ودورت في ده وعملت ده وسويت ده. لا احسن اسكت واتعلم، لانك كل ما تسمع اكتر كل ما بتتعلم اكتر. عشان كده ربنا خلق لنا 2 ودن ولسان واحد عشان نسمع اكتر ما نتكلم. فطول ما انا حاطط في دماغي ان انا هسمع الشخص اللي قدامي كل ما انا هتعلم اكتر، والنتيجه تكون احسن كتير جدا يا شباب. هل الحاجات دي كلها انا كطالبه في سنكم في الثانوي كنت بعملها؟ لا للاسف. انا كنت احب دايما عندي اعتقاد ان انا كل ما اتكلم اكتر وكده انا هبين لهم ان انا قد ايه شخص عظيم ومش عارف ايه وكلام من ده. لقيتني بضيع ثمرات كتيره مني. انا ممكن انا مثلا حد يكلمني عن عمل التطوع اقول له ده انا بشتغل تبع فريق جوجل وكذا وكذا. طب ما هو ممكن الشخص اللي قدامي كان هيديني فرصه احسن في حاجه تانية، كده انا ضيعت على نفسي حاجه. لا، فعشان كده ما تعودش ان انا اسبق الشخص اللي قدامي عشان ابين له قد ايه انا جامد وقد ايه انا بعمل حاجه كويسه. لا، اسمعه، اخد منه، اشتري منه. لانك ساعات تيجي تبص يعني زي حاجه في التجاره مثلا،
انا بقول لك برضو لانكم ان شاء الله ايا كان الوظيفه بتاعتك اللي تشتغل فيها انت هتبقى بيزنس، برضو هتبقى بتدخل نفسك في البيزنس ان انت تتاجر وتبقى تتعامل والشغل وما الى ذلك، سواء كنت دكتور، مهندس، مدرس، محامي، ما انت كل ده لازم تسوق ولازم تبقى عندك بيزنس سكيلز. فقدامي دلوقتي لازم ان انا اقنع الشخص اللي قدامي واتكلم بطريقه تكون افكتيف، تكون جذابه، اعرف الفت انتباه اللي قدامي، وفي نفس الوقت ما اتكلمش كتير، اسمع اكتر. ليه؟ انا مثلا عميل قدامي بيتكلم معايا او حاجه في بيزنس، فجيت ابص انا في دماغي حاطه مثلا سعر، انا بقول رقم مثلا 200 جنيه مثلا، فجيت اسمع منه. انا في الاول كنت بتسرع واكتب الرقم والاقي ان هو كان باعت رقم اعلى منه، انا مثلا في دماغي 200 جنيه الاقي هو كاتب 500 جنيه، بس طبعا شايف ال 200 جنيه فقال لك خلاص تمام ده سعرك، تمام هديك ال 200 جنيه. فدايما لازم تسمع احسن، ما تتسرعش في الاجابه، ما تتسرعش في ان انت تقول لا انا عايز ده اعمل ده، ما تتسرعش حتى لو الشخص اللي قدامك بيتكلم بطريقه مش عاجباك. هقول لك حاجه بسيطه، وانا على فكره بقول لكم ليه، لان الحاجات دي خدت مني وقت على ما اعملها. يعني كان مثلا في وكيل الكليه بتاع كليه علوم واحد جديد فبيتكلم معايا، فقال لي من ضمن الكلام كده بطريقه زي ما يكون بيختبر صبري او حاجه، فبيقول لي لا لا بس انت ما طلعتيش مثاليه زي ما بيقولوا. فقلت له انا لسه بتعلم. لقيته ضحك ومح اعتذر لي في الاخر، انا بعتذر ومش عارف ايه وكلام من ده. يعني معناها ان الشخص اللي قدامي انا بقدر اتحكم فيه عن طريق ان انا اتحكم في اعصابي. انا ممكن انا جوايا وقتها انا كنت عايزه يعني، بس يلا حس السيشن ده مسجله يعني. المهم ايه اللي حصل، انا المفروض اعود نفسي ان انا اقسم غيظي، افكر بالطريقه الايجابيه، احاول الاقي فن للردود. ما خد بالك هو الكوميونيكيشن سكيلز ده عباره عن ايه؟ ردود برضو فن ليها. انما شخص قدامي يضايقني او ايا كان، ردك اصلا اللي هو بيحسسه ان انت مش فارق معايا الكلام اللي انت قلته ده، هيخليه يتحرج من نفسه، لانك انت واثق من نفسك وعارف انت بتعمل ايه بالظبط. في برضو من ضمن الحاجات offer group presentation and assignments. يعني اهو ده اللي انا عملته، انا ما عملت presentation مش كويس والدكتور ما عجبوش وضحك عليا، بدات ان انا اعمل جروب، يعني 5 الاول اشرح لهم، بعد كده خليتهم 10 واقول لهم ايه رايكم، ايه الفيدباك، ايه مش عارفه ايه. ده كله بيطور من مهارات الكوميونيكيشن بتاعي. ask open-ended questions. يعني ايه النقطة دي؟ يعني زي مثلا عارفين الفيلم اللي بيقفل بحتة انت مش عارف يا ترى هم اتجوزوا، طب هم سافروا، طب هم مش عارفة ايه. دايما ما اجي اسأل سؤال ملوش اجابة معينة، اخلي كل الحضور واخلي كل الناس اللي موجودة تقدر تجاوب، مش اللي هو اجابة لازم تكون precisely. الفكرة ان انا لما بسأل اسئلة بتكون مفتوحه، زي مثلا النهارده يا شباب حد يعرف يقول لي مهاره عن مهارات السوفت سكيلز. سؤال زي ده هيخلي اكتر من واحد يعرف يجاوب، ما عندوش مشكله. اوكي، يعني ما سالتك دلوقتي تعرف ايه عن مهارات السوفت سكيلز، قول لي مهاره مثلا. يا شباب مهاره السوفت سكيلز ممكن واحد يكتب لي مثلا communication، التايم مانجمنت، تيم مانجمنت، سبيكينج سكيلز. في حاجات يعني في حاجات كتيره جدا ممكن نتكلم عليها، بابليك سبيكينج مثلا. فالمهارات دي كلها هتيجي منين؟ هتيجي من انا بقى او الناس سالت سؤال اوبن، ان انا اخلي كل الناس تبقى اجاباتها صح. لازم برضو انا هخلص في النقطه دي يا شباب وهجاوب، اخلي الناس اللي عاوز تسال سؤال قبل ما ادخل في النقطه اللي بعدها على طول. لازم برضو offer reflective learning opportunities. يعني زي ما انا قلت لكم دلوقتي ده في عمل تطوعي يا شباب وفي لينكات كذا وفي لينكات كذا، هبعت لكم اللينكات دي عشان تستفادوا منها. اهو انا ببعت لكم رقم 7 ان انا ابعت لك حاجات، فرص تعلم. ايه اللي يخلي السيشن مثمره؟ ان انا مش مجرد اقول لك معلومات والسلام عليكم، لا، ان انا اديك برضو يعني ايه بدايه الطريق. انا قلت لك معلومات ودي بدايه الطريق، امشي بقى عليه. ده وقتها بيكون الكوميونيكيشن بتاعك مثمر. نفس الحاجه لما الواحد يجي يكلمك في اي حاجه راح قايل لك ايه، انت دايما بتتضايق من الشخص يقول لك اسعى واستمر وكده، طب ساعدني، يقول لك لا انت مع نفسك. اللي انت بتفضل اكتر من الشخص اللي يقول لك ده 1 2 3 وروح الطريق ده وانا هساعدك واعمل كذا، ده اللي بيكون الشخص المثمر بالنسبه لنا اكتر يعني. وطبعا find teachable moments، يعني اشوف لحظات ان انا اقدر اتعلم فيها، مش لحظات يعني ايه،
اروح زي ما انا قلت لكم، انا محتاج، انا عايزه اشوف نفسي فين بعد فتره، ابقى مع الفئه دي. اصحابي وحلوين واحنا مع بعض ودفعه والكلام ده كله جميل، بس الحاجه المثمره الاكتر ان انا احط نفسي في البيئه اللي انا نفسي فيها لما اكبر. تمام. عشان اقدر ان انا ابدا اشتغل على نفسي بكده. خدوا بالكم، انا عندنا مثلا، انا معايا اطفال بيتعلموا مثلا البرمجه في سن وهم 7 سنين، خد بالك. فهو عامل لنفسه هدف ان انا عايز اتعلم البرمجه، انا حابب الحاجات الهندسيه، حابب كذا. ما حد مش لازم احدد هدفي لما النتيجه تطلع لي. لانك اقول لك حاجه، انت عارفين ايه اللي خلاني اصلا ابدا في عمل طوارئ، وابدا ان انا افكر ان الكليه مش اصلا هي المسار بتاعي؟ لان انا حرفيا الحاجات كلها انا اشتغلت عليها تعتبر مش بسبب الكليه، مش بسبب شهاده الجامعه، كلها بسبب ان انا وانا في اولى جامعه برضو كنت حاضره فريق التطوعي بتاع جوجل عاملين سيشن. فوانا قاعده من ضمن الحضور لقيت ان في طفل راح واقف على كرسي، وواقف على ايه، على قدام المدرج، مدرج كبير كده وهو واقف قدام. فانا بقيت في دماغي اللي هو ايه، هما ابن مين ده اللي جايبينه عشان يقف على الكرسي؟ كان 12 سنه تقريبا، عيل قصير وصغير كده. فلقيت بيقولك ايه، ودلوقتي معانا واصغر طفل شغال في شركه جوجل. انا اتصدمت وقتها، قلت ايه ده؟ يعني هو ما كانش محتاج ان هو يتخرج من كلية الهندسة، وما كانش محتاج ان هو ياخد شهادات، وما كانش. لا، ده كل الموضوع كان مقتصر فقط ان انت تشتغل على مهاراتك انت وتطور من نفسك انت. يعني ما كانش ملاش علاقة اصلا بان انت تاخد كلية ايه او خدت شهادة تخرج مين. فاهمين قصدي؟ ده حاجة مهمة جدا يا شباب، لازم نحط دماغنا فيها، لان انا كنت فاكرة لحد اخر لحظة، يعني وانا في اولى جامعه، يعني ان لازم شهاده التخرج هي اللي بتعمل لي مصيري وهي اللي بتحدد كل حاجه. واكتشفت، والحمد لله انا اكتشفت الموضوع ده بدري، ان انا اللي في ايدي اتحكم في مصيري واعرف انا عايزه ايه بالظبط. بس بياخد مجهود جامد قوي يا شباب، بياخد مجهود وسعي جامد. اوكي. ناخد اول حد رفع ايده قبل ما ندخل في البوينت الجايه. ندى اتفضلي. ندى. هو لازم افتح المايك ولا ايه؟ ممكن المسؤول عن الميتنج يفتح لها المايك؟ هو المايك مفتوح، هي كانت فتحته دلوقتي. امال هم مش اوكي. قبل ما ادخل في البوينت الجايه يا شباب، حد عاوز يسال في حاجه؟ اتفضلي يا فاتن. ممكن بس PDF ده بعد ما نخلص الميتنج ننزليه على الجروب؟ اكيد طبعا مفيش مشكله، انا ممكن انزله حالا كمان يعني. تسلمي. حد عنده اي اسئله يا شباب قبل ما ندخل في البوينت الجايه؟ اي حاجه؟ مفيش؟ اصلا انتوا كنتوا بترفعوا ايدكم وقت السيشن، وقت ما انا بتكلم قصدي. اوكي، يعني كده ادخل في البوينت الجايه. تمام. جميل. دلوقتي هنتكلم بقى على النقطه الاهم، speaking and presentation skills. وليه هتكلم في نقطه السبيكينج والبرزنتيشن سكيلز؟ ان انا ازاي اتكلم ومهارات البرزنتيشن. لان انت لما تيجي تقدم على اي حاجه او تيجي تتكلم لازم تقدم نفسك كويس. فدلوقتي لما يجي واحد في اولى دفعه مثلا، الاول على دفعته، وتلاقيه ما بيعرفش يتكلم، وتلاقي واحد تاني طريقته في الالقاء وطريقته في الكلام حلوه جدا، فبتكتشف ايه؟ بتكتشف ان اللي بيعرف يتكلم وبيحاور هو ده الشخص اللي بيتقبل في الوظيفة او بيتقبل في العمل التطوعي، ومش العكس. لان هم محتاجين الشخص اللي يعرف يعمل ماركتينج كويس لنفسه، يعرف يسوق لنفسه، يعرف يعبر عن شركته ويعبر عن اسمه ايا كان انت ايه. فعندي من الحاجات المهمة planning your presentation. يعني قبل ما اعمل presentation لازم احط وقت معين ليه. يعني دلوقتي انا رايح اقدم نفسي مثلا، فانا عشان اعرف ان انا اقدم نفسي لازم احط لنفسي مثلا 5 دقايق، اللي هو هيديني فرصه 5 دقايق ان انا اتكلم. طب وبعد كده ابقى بدماغي اقعد اعمل rehearse out loud يعني اقعد افكر مره واثنين وثلاثه واقول بصوت عالي نفس الطريقه بتاعه المذاكره، طريقه اللي هو الهمهمه اللي هو وعمال بتألف في الصفحه دي مش مذاكره. المذاكره ان انت صوتك يكون مسموع.
تكلم نفسك كده في الاوضه، عارف طريقه تتكلم نفسك كده وبتشرح لنفسك، هي دي الطريقه اللي بتنفع والله. دي الطريقه اللي بتخلي المعلومه تثبت في دماغك اساسا. فانت، وعلى فكره في ناس كتير كلمتني تقول لي دكتور سلوى انا كم مره باجي ابص الاقيني وانا بعد ما حفظت وراجعت المحاضره اكتر من مره الاقيني ما عرفتش اشرح حاجه. ليه؟ لان للاسف هو مجرد بيقرا الكلام بمخه، عامل اللي هو يعني مثلا عايزه اقرا السلايد دي فقاعده اقول ايه. انت الطريقه دي مش بتخلي المعلومه تثبت عندك. ممكن نفس الفكره في المذاكره، ممكن تلاقيك انت قاعد بالساعات على الكتاب وفي الاخر تلاقي النتيجه صفر، او تلاقي النتيجه ان انت مش فاكر. عامل زي مثلا لما تيجي تقرا قران مثلا ولا حاجه، وتلاقيك مثلا قعدت تقرا وفي الاخر وقلبت الصفحه بعد كده تقول هو انا قراتها ولا ما قراتهاش، او انت بتصلي او انت بتذاكر تقول هو انا عديت على الصفحه دي ولا لا. ليه؟ لانك دماغك شارده وفي نفس الوقت مش بتقرا بصوت عالي. فلما تيجي تقرا بصوت عالي مسموع بيبدا المعلومات تثبت في دماغك، تبدا تعرف ايه المشكله عندك. وكمان يفضل لو انت كتبت بالقلم والورقه، طبعا دي حاجه طبعا مهمه جدا. know your material. know your material يعني انا داخله السيشن لازم ابقى مجهزه البرزنتيشن بتاعي. مش اكيد قبل السيشن لسه هعمل البرزنتيشن ولسه هدور على اللي انا هقوله ولسه مش عارف ايه. ابقى مجهز القلم والورقه بتاعي، ابقى مش عارف ايه كل الحاجات اللي انا محتاجها. طب مثلا وانا لسه في الاول، طب هو في طرق ان تساعدني عشان ما اخافش؟ اصلا لما باجي اقف قدام حد وقدام الناس بحس ان انا خايف ومكسوف ومش عارفه اقول كلمتين على بعض. في طريقه ان انا ادرب نفسي ان يبقى قدامي 5 الاول 10، ابدا ان انا اعمل نفسي. وعلى فكره الطريقه دي حصلت معايا ان اتفاجئت. انا كنت الاول بدي 5 10 ومش عارف ايه، فجاه انا حطيت نفسي ان انا عايزه اتكلم في مؤتمر كبير واتكلمتهم وقلت لهم انا عايزه ابقى سبيكر. قالوا انت مين؟ قلت لهم طب ادوني فرصه وان شاء الله هتبقى كويسه وكل الكلام ده. وجيت ابص في الاخر لقيت القاعة لما دخلتها لقيت فيها أكتر من 500 واحد. طبعا صدمة ليا لأن أنا كنت أقصايا 15-20. فأنا كنت دخلت وقعدت حسيت نفسي بقى هيغمى عليا على المسرح، يعني الناس تحت وناس كبار وكده وأنا لسه في الجامعة يعني تانية جامعة. فجيت أبص قعدت أفكر جوايا، ودي كانت أحسن طريقة صراحة تخليني أتخطى الخوف والرعب اللي أنا عاملاه في دماغي. لأن طول ما أنت عامل نفسك رعب جواك إن أنت هتفشل فعلا هتفشل. فقلت لنفسي اعتبري ان مفيش حد قدامك وان انتي في الاوضه بتاعتك لسه وبتشرحي لنفسك، وكده كده محدش هيقطعك طول ما انت بتتكلم في السيشن. الموضوع ده فرق معايا جدا. وعملت حاجه كمان، اني عملت ورقه صغيره حاطه فيها هيدلاينز لكل حاجه. يعني ايه هيدلاينز؟ يعني مثلا في الاول انا عايزه اتكلم على التايم كذا، عايزه اتكلم على نقطه كذا نقطه كذا، حطيت بس نقاط مجرد اللي هو ايه الافتتاحيه بتاعه الكلام، عشان وانا بتكلم ما انساش. ابقى ايه ببص كده مجرد في ايدي، مش لازم ابقى ماسك ورقه كبيره، ابقى حاطط ورقه على قد كف ايدي كده لو انا شايفها بس انا الوحيده اللي شايفها. بتساعدك في وانت بتتكلم تبقى عارف ايه النقطه اللي هتتكلم فيها بعد كده، ايه النقطه اللي بعد كده. والموضوع ده كنت عملته في سيشن برضه. اول مره كنت اعمل محاضره كنت المصريه الوحيده كانت في المؤتمر العالمي بتاع امريكا سنه 2020 ايام الكورونا. فالموضوع كان بالنسبه لي اول مره اتكلم مع اجانب ومؤتمر عالمي. في الموضوع كان حسيته برضو مرعب، انا هنسى الكلام. فعملت جنب اللابتوب برغم ان انا فاتحه الكاميرا وكده حطيت ورقه حطيت فيها النوتس، اللي هو اول سلايد هتكلم في 1 2 3 ما انساش، تاني سلايد 3 4 5 كده. فبيخليك عندك ثقه في نفسك برضو. من ضمن الحاجات المهمه وانت بتعمل برزنتيشن بتاعك ان انت تستخدم diagrams images وفيجوال ايدز. يعني زي ما انت شوف كل سلايد بتيجي تبص تلاقيني حاطه اشكال معينه. ليه؟ برضه ولازم الاشكال تبقى ليها علاقه بالكلام اللي انا بقول عليه عشان تجذب الانتباه وتكون برضه يعني هي بتسيب اثر كويس. ولازم وانا بعمل البرزنتيشن بتاعي لازم يكون الخلفيه فاتحه والكلام غامق، لان دي من ضمن الحاجات برضه المهمه وانا بعمل اي برزنتيشن. لازم ان انا برضه مثلا warm up your voice. يعني ايه warm up your voice؟ مثلا اللي هو لما اجي اتكلم لازم اخد يعني ايه اشرب ميه الاول، اكحكح كده اجهز نفسي عشان ما اكلمش وصوتي رايح مني. زي كمان في حاجه مهمه جدا في الصوت، يبقى ده هنتكلم فيها في النقطه الجايه. بس الاول يبقى دلوقتي وانا بعمل البرزنتيشن بتاعي اقرا بصوت عالي، ابقى عارف ايه النقاط اللي انا هتكلم فيها،
ابقى مجهز كل حاجه ومجهز صوتي وعندي ثقه في نفسي، ابقى ما احطش نفسي طول ما انت بتتكلم لغه على نفسك ان انت انا هقع، انا مش هعرف، انا مش هسوي. كل الحاجات دي بتخليك للاسف ان انت تفشل فعلا. فاهمني؟ والموضوع ده على فكره ان المخ بيأثر علينا وبيعمل كل حاجه. دي موضوع حقيقي، وفي دراسه عملوها ان كان في واحد يعني محكوم عليه بالاعدام، وقال ان هم غطوا عينه وحطوا ميه، حطوا خراطيم كده في دراعه، وعاملين التمبريتشر بتاع ميه، درجه حراره الميه كانها درجه حراره الدم، وقالوا له احنا دلوقتي حطينا خرطوم في دراعك وهنخلي الدم كله يصفى من من جسمك كله. يعني انت هتسمع النقط اللي نازله دلوقتي تبقى نازله في جردل، احنا بنصفي دمك كله، وده حكم الاعدام بتاعك. وهم كانوا مغطيين راسه. الفكره ان هم ولا كانوا حاطين خرطوم فيه حقيقي ولا اي حاجه، ده مجرد خرطوم كانوا لازقينه على جسمه، على دراعه، الخرطوم بنفس درجه حراره الجسم بتاعه الدم. وبداوا قالوا احنا دلوقتي بدانا، وهم خابين راسه. لقوا ان بعد فتره معينه اللي هو الموت الحقيقي للشخص لو جسمه اتصفى من الدم، هو مات فعليا، برغم ان مفيش حد لمسه، برغم ان مفيش ابره دخلت جوه جسمه ولا اي حاجه. ليه؟ لانه هو هيأ في مخه، هيأ في دماغه ان خلاص الشخص ان هموت، ان مخه بدأ يشتغل على حساب ان دلوقتي الدم بيبدأ يتصفى من جسمي، فبعد مده زمنيه من الوقت، نقول ساعتين ولا 3، يبقى الدم كله انتهى فانا هموت. فهو مات بالتجربه دي. يعني معناها احنا اللي بنزرع لنفسنا العقبات، واحنا اللي بنموت نفسنا بالبطيء. ما اقعدش اقول ده بتوع ثانويه عامه هم ولا عارفين ينجحوا، والفاشل اللي بينجح وخلاص انا كده ما عادش مستقبلي ضايع ومستقبلي بتاع. وهلا انا ما قلتش كده؟ لا، انا قلت كده برضه على فكره. انا بقول لكم برضه الحقيقه عشان ما تفتكروش يعني الكلام ده جه فجاه كده. لا، كنت بقول كده برضه. بس اكتشفت ان الانسان اللي بيسعى ويجتهد ويطور من نفسه هو مش فارق معاه ايه اللي بيحصل، عادي. يعني انا مثلا لو انا بقارن، كان عندي واحده في اللجنه معايا صاحبتي، كانت بتغش مني وما غششني، يعني ما غششتنيش زي ما نقول كده، مثلا بتغش مني كل حاجه، فكان ناقصني معلومه كذا او كذا، ما رضتش تديني حاجه يعني عامه. هي دخلت صيدله وانا وقفت عليا من واحد من 10. دلوقتي هي فين؟ دلوقتي هي خلصت وقاعده في البيت. تمام. فالفكره نفسها مش ان انت وصلت فين، ما حلو، في ناس كتير وصلت بالغش ووصلت كذا ونجحت برضو اللي هو بالعافيه، يعني كل سنه بتنجح كده وخلاص، بتنجح كده وخلاص، انت ما بتفتكرش حاجه. خد بالك، هو انت اللي بينجح في ثانويه عامه ده بالغش والحاجات اللي احنا شايفينها دي، هو انت فاكر ان هو بينجح في الكليه؟ ما بينجحش اصلا. انت معلش، انت مش هتغش، مش هتقدر ان انت تغش في الكليه، او ان انت يحصل اللي بيحصل ده، التهريج اللي في الثانويه العامه. فانت هدفك قدامك، ما تخليش حد يوقفك. ايه يعني؟ مثلا انا كنت عايزه بيطري ودخلت مثلا، ولا دخلتش علوم، ولا دخلت علاج طبيعي، ودخلت تربيه، ايه المشكله؟ انا هدفي ايه في الاول؟ والله هدفي الاول ان انا كنت اساعد الناس، ان انا اعمل كذا، اسوي كذا. لقيت ان انا اقدر اعمل ده بره الكليه اساسا، واسعه. بس انا لازم احاوط نفسي بالناس اللي انا عايزه اكون زيهم. ده اهم نقطه يا شباب. موضوع صعب، مرهق، هياخد منك وقت كتير، بس يستاهل. كل ما بتشوف النتيجه بتاعته المثمره بتحس قد ايه هيفرق معاك. وممكن على فكره الشباب اللي هم لسه مش عارفيني، ممكن تعمل سيرش على جوجل حاجات، هتلاقي ليا مقالات وحاجات، لقاءات على التلفزيون وكلام من ده. ده كله ما جاش بالسهل، كل ده جه من المعافره والسعي الكتير. ولسه ربنا يسهل، انا لسه ماشيه في طريقي وبعمل ماجستير دلوقتي، ولسه يعني ايه، محدش بيقف. الانسان لازم دايما يطور نفسه. الكليه عمرها ما كانت مقياس، ولا ثانويه عامه مقياس، ولا اي حاجه الصراحه. يعني انا كنت فاكره فعلا الثانويه عامه مقياس، بس طلعت انها ولا شيء. ما تحبطش نفسك بالكلام، انت اللي بتعمل العقبات لنفسك. انا جيت ابص على النوتس بتاعتي، لقيتني كاتبه في سنه اولى وانا داخله الكليه وزعلانه من اللي حصل فيا في ثانويه عامه، ان في فلان معرفش يتكلم عليا وقال لي انت ان شاء الله هتدخلي، هتبقي على التلفزيون وكده. فكاتبه في النوتس بتاعتي، انا كنت بحب دايما اكتب حاجات، لاني كنت يعني الثانويه العامه اثرت عليا نفسيا، عشان اكون معاكم صريحه برضو، ان انا حسيت ان في طلبه اقل مني كتير ودخلوا هندسه ودخلوا طب ودخلوا كذا، وانا يعني في الاخر دخلت تربيه وانا كان نفسي في بيطري. فما جيت ابص
لقيتني كاتبه انا عمري ما هطلع في التلفزيون، وانا مين اصلا عشان اعمل وكذا. كان في شخص ابن حلال يعني توقع يعني فيها خير، او يعني وكان شايف فيها حاجه انا ما شفتهاش في نفسي اساسا. فانا عملت العقبات لنفسي. فجيت ابص قلت سبحان الله، انا كنت بقول مستحيل حاجه زي دي، ده بيحلم. دلوقتي بقت حقيقه، دلوقتي بقت ما شاء الله. يعني كل فتره بيجي حد عاوز يستضيفني وانا بقول لا كفايه. فسبحانك يا رب، يعني انت السبب في العقبات اللي محطوطه قدامك. ما تقولش ان انا ما اقدرش. وعلى فكره مش بقول لك عشان تنميه بشريه، بجد والله انا ماليش دعوه بتنميه بشريه او الكلام ده. ماما وبابا خدوا بالكم ما كانوش مقتنعين باللي انا بعمله، كانوا شايفينه تضييع وقت. عشان بس ايه، موضوع ماما وبابا هيتعبكم قوي. على فكره عشان والدي يقتنع اصلا باللي انا وصلت له دلوقتي، خدوا بالكم يعني، لسه السنه اللي قبل اللي فاتت، السنه اللي فاتت تقريبا، لما لقى فجاه انا بقيت سفيره للحاجه تبع جوجل، والتلفزيون بيستضيفني هنا وهنا وهنا. قال لي هو انت بتعملي ايه بالظبط؟ قلت له عارف المحاضرات اللي كنت بسافر لها واروح مش عارفه الجامعه الامريكيه وكذا وجوجل التطوعي اللي ما كنتش باخد منه فلوس ده؟ قال لي اه. قلت له ما انا دلوقتي الحمد لله المحاضرات دي خلتني اتعرف في مجالي اصلا كمدرسه، وعرفت ان انا اعمل كذا، وعملت ان انا كذا. فالطبيعي ان اولياء امورنا للاسف مش للاسف، هم مش عارفين ان ده انت بتسعى يعني لحلمك بطريقه غير مباشره. يعني فعلا الاهل بيرفضوا كل حاجه خارج النطاق الدراسي، وانا اهلي كانوا رافضين نفس الفكره على فكره. عشان كده كنت دايما الوقت الفاضي في ايام الدراسه كنت بعمل فيه العمل التطوعي، كنت بحاول اوازن اللي هو كله مع بعضه. فللاسف اولياء امورنا يعني عاوزين نقنعهم بياخد مننا وقت. فمش مهم تقنع حد. انا الاول والله كنت ماشيه بطريقه ان انا لازم اقنع كل حد حواليا على اللي انا بعمله، واكتشفت بعد كده ان انا برهق نفسي وبضيع وقت كتير. بس اهم حاجه تبقى راسم طريقك صح. هقول لك حاجه، ساعات الاهل برضو شايفين حاجه انت مش شايفها. يعني انا دلوقتي هدفك ان انت عايز تبقى مبرمج، حلو، يبقى انت بتمشي في طريق البرمجه، بتعلم ده وبسوي ده وبعمل حاجات لهدفي للمستقبل، حاجه تجيب لي فلوس. لان في ناس ساعات يقول لك ايه، اصلا انا شغفي ان انا اكون جيمر قد الدنيا. جيمر مين يا اختي؟ يعني جيمر مين؟ ركز معايا. جيمر ممكن يجيب لك فلوس زي ما التيك توك ممكن يجيب لك فلوس بكبسه، ماشي، كل ده ممكن يجيب لك فلوس. خلي يكون ليك وظيفه مرموقه، ليك مكانه، ليك برستيج. لما بعد كده بعد عمر طويل يقولوا بابا بيشتغل ايه؟ جيمر قد الدنيا يا حبيبي. جيمر لا، او يوتيوبر او بلوجر او فلوجر او الاسامي الغريبه دي، او فود مش عارف ايه، بقى في اسامي لكل حاجه ما شاء الله يعني. فعامه ركز، يا ترى الوظيفه اللي انا عايزها في المستقبل دي الناس لاقيه لها بتاخد مقابل ليها، فلوسها حلوه؟ هتقولي طب ما انا لسه في ثانوي. عادي اقول لك حاجه، على فكره انا هقول لكم حاجه ما قلتلهاش في الاول. انا امريكيه مصريه، اتولدت في امريكا وعشت هناك معايا الجنسيه، وبعد كده جيت مصر في الاعدادي بقى وكده وما الى ذلك، ودخلت بقى دراستي وكملت هنا في مصر. وانا صغيره، وانا لسه في الابتدائي، كنت انا وولاد عمي بنقف قدام، كان ده موجود عندنا في الصيف دايما بنعمله، ان دايما كنا بنقعد قدام اسمها ايه، قدام البيت يعني في فرونت يارد، بنقعد وبنعمل ليمونيد ستاند، نعمل عصير ليمون ومش عارف ايه وكده، ونقعد نبيع العصير الليمون في الصيف ونجيب فلوس. وكنا برضو بنجيب تيشرتات اللي هي بيضة، تمام. والتيشيرتات البيضة دي كنا بنجيبها مثلا الدست على بعض 12 تيشيرت، مش عارفه مثلا اقول $10 مثلا ولا حاجه، ونجيب سبراي ونعمل اشكال ونبيع التيشيرت نفسه ب10. وكنا بنكسب فلوس كتير، ونروح نلعب احنا بقى في الاركيد، بقى نروح نلعب في بتاع الاتاري ومش عارفه ايه وما الى ذلك. يعني فكره ان انت تدخل في البيزنس مش مستاهله، مش مستنيه ان انت تكون واحد كبير، لا، انت ممكن تبدا تدخل في البيزنس، ممكن تبدا تعمل اكونت انستجرام، ممكن تبدا لو انت اتعلمت لغات برمجه معينه تبدا تنشر شغلك، لو انت بتحب الديزاين تبدا تعمل حاجات لنفسك وتعمل صفحه، لو بتحب التصوير تعمل لك صفحه وتبدا ان انت تشتغل بيها. مش مهم بتقبض كام في الاول، مش مهم ان انت بتعمل عمل تطوعي في الاول. خد بالك انا عملت حاجات تطوعيه ومجانيه كتير، بس في المقابل اتعرفت فجالي ناس تدفع فلوس. فانت اما تبدا بدري احلى كتير جدا جدا، وتحدد هدفك احسن كتير جدا جدا من ان انت تستنى بعدين وتقول اصلا ثانويه عامه والكليه هي المقياس وهي اللي تحدد لي هدفي. لا، انت اللي بتحدد هدف نفسك، وانت اللي بتعرف انت عاوز ايه بالظبط. فدلوقتي انا لو عايز اعمل برزنتيشن وعايز اثبت نفسي قدام الناس، عايزه اتكلم عن المنتج بتاعي، عايزه اتكلم عن انا مين، لازم نبقى وشي دايما للناس.
face the audience، يبقى وشي للناس، الجمهور بتاعي، مبقاش قاعد راس عاطلهم قفايا او كده. look up، مبقاش باصص على الارض وانا بتكلم، ببقى باصص وشي اللي قدامي، ما اتكسفش، ما اخافش، باين نفسي ان انا قوي اقدر اتكلم. speak slowly، اتكلم ببطء. مش على فكره عشان تكون برضو شاطر في الانجليزي تتكلم بسرعه، ملهاش علاقه، مش مقياس اصلا. pause at the ends of key points and slides، يعني ما اقعدش الضم كله في بعضه، لازم اقف بين النقطه والنقطه واوقف يفهموا ده ايه واتكلم فيهم. allow time for questions at the end، ان انا اسيب وقت عشان الناس تتكلم وتسال عن اي حاجه هي محتاجاها. دي نقاط مهمه جدا جدا عشان ابقى الناس تسمعني وتقدر ان انا يتفاعلوا معايا بطريقه كويسه. تالت حاجه معانا مهمه جدا هي البادي لانجوج، لغه الجسد. لغه الجسد دي في ناس كتير ممكن ما تاخدش بالها منها، زي ما بقول برضو الصوت ولغه الجسد الاتنين اهم من بعض، وهنشوف ليه. انت لما تيجي تتكلم انجليزي في حاجه مهمه جدا، مثلا يقول لك دايما، او لو ما قالكش تاخد بالك من الكلام ده، ان لازم اخد بالي من facial expressions اللي هي اول جمله، facial expressions and tone of voice، نبره الصوت. facial expressions يعني ملامح وشي، و tone of voice يعني نبره صوتي. ايه المهم فيهم؟ يعني ايه الفايده؟ هقول جملتين الجملتين نفس بعض، تمام، نفس الكلام، نفس كل حاجه، البرونسيشن، ما غيرتش اي حرف فيهم ولا غيرت اي كلمه. بس احنا دلوقتي انا مش فاتحه الكاميرا فمش هتشوفوا شكل وشي، بس انتوا تسمعوا نبره صوتي وقولوا لي يا ترى ده يدل على ان دي حاجه فرح، يعني حاجه كويسه، ولا دي حاجه تدل على مصيبه. اسمعوا الجمله الاول ايه. The house is on fire، جمله اسمها The house is on fire. تعالوا اسمعوا الجمله بالطريقه الاولى. لو انا قلت The house is on fire، The house is on fire، صوتي فرح ولا صوت ذعر وان في مشكله؟ في مشكلة. في مشكله. اوكي، ايه رايكم يا شباب؟ ذعر ومشكله. ذعر مشكلة. البيت بيولع، اكيد بيولع. حلو. The house is on fire، فعلا البيت بيولع وفي مشكله كبيره. طب تعالوا نقولها بالطريقه الثانيه. The house is on fire. انتوا مش شايفين وشي بس انا قلت The house is on fire. ممكن تكتبوا في اللاشات على اساس صح. ده كده عادي تقريبا، في فرح، شكله حلو اعتقد، تسالي تقريبا. الجمله الثانيه اللي انا قلتها The house is on fire معناها بنفس السبيلنج، بنفس كل حاجه، معناها ده الحفله جامده موت، الحفله مولعه هنا. يعني The house is on fire عامل زي يعني عندك حفله في البيت والناس فرحانه قوي والدنيا زي الفل. ايه ده؟ يعني نفس الجمله اتقالت بنفس الانجليزي والمعنى اختلف. يبقى كده معناه ان مهم جدا لما اجي اتكلم مع الشخص اللي قدامي الفيشل اكسبريشنز، تعبيرات الوجه، وكمان الصوت بتاعي، سواء في اللغه الانجليزيه في اللغه العربيه او اي حاجه. مش كل شويه هيجي واحد يقول لك انت زعلان ليه؟ وانا مش زعلان ولا حاجه. انا زعلان؟ انا مش زعلان. ما انت صوتك اصلا بيدل ان انت هتموت حد. لازم ان انا اخد بالي من شكلي وصوتي. ما لو انت شكلك وصوتك كويس كان ما فيش حاجه حصلت اصلا. شكلي برضو الوقفه بتاعتك ان انت تكون وقفه ثقه، البوستر بتاعك يبقى جسمك مفرود وعارف تتكلم، مش قاعد مرتبك وعمال تلعب في ايدك في بعضها ومش عارف ايه. الاي كونتاكت، عينك لازم تبقى باصه للشخص قدامك وعارف تتكلم مش عارف ايه، يبقى عندك ثقه مش مكسوف. الفويس، صوتك لازم يبقى بتكلم يبقى صوتي واضح، ابين لشخص ان انا واثق من نفسي. والجيسترز بتاعتي اللي هو حركات الايد زي ما هي زي الصوره بتتحرك دلوقتي، حركات الايد دي وانت بتتكلم تبقى مهمه جدا عشان تعبر عن اللي انت بتتكلم فيه. دي من الحاجات المهمه جدا. ممكن برضو ابقى ابعت لكم حلقه من الحلقات بتاعتي على التلفزيون، انا بشرح حاجه للطلبه والكلام من ده، هتشوفوا حركه ايدي وانا بتكلم
الحاجات دي بتكون من الحاجات المهمه جدا عشان تلفت انتباه الشخص قدامك، يبقى مركز معاك. دي من الحاجات اللي تخلي الشخص اللي قدامك منتبه قوي لكل حاجه انت بتعملها، يعني بتبقى كويسه. يعني هو اوريدي مش محتاج يشوف حركه ايدك، بس هي حاجه بقى تلقائيه منك بتبقى كويسه مع الكلام يعني. اخر حاجه، انا لازم اعمل التوب تيبس بتاعتي. اهم حاجه اللي انا كقواعد احطها اساسيه في دماغي، ان انا لازم focus less on grades and more on learning. يعني ما ركزش في الدرجات. تركيزي في الدرجات دي اقل حاجه عندي. اهم حاجه عندي ان انا اتعلم. لو جينا نبص مثلا، معظم الطلبه بتوعي، انا already science teacher chemistry، فبنعمل تجارب وبنعمل حاجات كتيره. انا اهم عندي من ان انا اشرح الماده العلميه الاول، ان انا اخليهم يعملوا التجربه بايديهم ويستنتجوا هو حصل ليه كده. يعني مثلا نحط مثلا خل على بيكنج باودر مثلا، ابسط تجربه قوي، وفي بالونه، فتلاقي البالونه اتنفخت، فيبدا ان هو ايه، هو حصل هنا ايه، البالونه اتنفخت ليه، في غاز تكون. خلاص هو بدا يحط ايده على المعلومات اللي هتكون في الدرس. بعد كده، طب تعتقد الغاز ده ايه؟ تعالى نكتب مثلا المعادله. ممكن يبقى غاز زي الهيدروجين، لا. غاز مش عارفه ايه، لا. طب كربون دايوكسيد، ماشي. ويبدا ان احنا نفكر. يبقى انا الاهم من ان انا احفظ ان انا اتعلم. ولو انا اتعلمت هحفظ كويس، وطبعا درجاتي هتبقى كويسه لوحدها، مش محتاجه حاجه. pick opportunities wisely، يعني اخد الفرص بحكمه. لازم انا بحدد في طريقي الاول، لازم ابقى عارف انا الفرص اللي قدامي ايه وانا عاوز ايه بالظبط، واحدد طريقي. طول ما انت بتحدد طريقك وعارف انت عاوز ايه بالظبط، طول ما انت هتوصل لهدفك بسهوله وهتبقى مبسوط من نفسك. فدي حاجه مهمه جدا يا شباب، لازم اخد بالي منها، ان انا اخد فرصي بحكمه. ولازم اسال اكتر من حد، ما تسالش شخص واحد، وما اسالش اهلي فقط. هقول لكم ليه. مثلا انا مثلا اهلي مثلا دايما يقولوا لي سلوى كفايه، مش عارفه ايه، مش لازم تعملي ده، مش عايزه تعملي ده، مش لازم كذا. انا لما اجي اسال حد في مجال، لان الاهل طول عمرهم بيبقوا عاوزين يريحوا ولادهم من الاخر. يعني مش عايزينك تتبهدلي، مش عايزينك تمشي وتروح تعمل ايه، طب ايه المقابل، طب مش عارف ايه. انت اوريدي محدد هدفك وعارف انت عاوز ايه بالظبط، فتبدا تمشي عليه. حتى لو هياخد من وقتك كتير، حتى لو هياخد من مجهودك كتير، مش مشكلة. لأنك اللي عاوز حاجة بيسعى لها، بيجتهد ليها، مش عاوز ان هو يستنى لما الدرجات هي اللي تجيبه وتوديه. مش درجة، معلش يعني، هي حصل معايا كده في ساعة عامة، درجة ودتني من سينا للوادي الجديد لكفر الشيخ مش عارفة ايه. ما انا لما عملت التظلم خدت درجة ونص تقريبا في العربي. الدرجة ونص دي فجأة لقيتك من محافظة بتروح لمحافظة. فانت مش عايز. انا هتكلم معاكم في الاخر، هسيب لكم وقت بقى براحتكم. احنا دلوقتي هنخلص السيشن ونتكلم مع بعض براحتنا. فدلوقتي انا وعلى فكره عشان تبقوا عارفين حاجه، وانا بسعى في طريقي وبعمل عمل تطوعي حاجات من دي، كانت ايام الدراسه. فكنتش بتكلم واقول انا بعمل ايه. ما تتكلمش وتقول انت بتعمل ايه. خليك في صمت، وخلي نجاحك هو اللي يتكلم بجد. انا في الاول كنت بتكلم عشان اثبت لهم ان انا ده انا بشتغل وبعمل اهوت، وانا مش شخص فاشل زي ما انتوا فاكرين، او بعمل كذا او بسوي كذا. لا، خلي نجاحك هو اللي يتكلم. حتى اهلك والله. اروى بصي، لو انت ماشيه في علم، انا بتكلم على علم دلوقتي يا شباب، مش بقول لك روح العب بلاي ستيشن وحقق هدفك كيوتيوبر. دلوقتي انا بتكلم على العلم. انت دلوقتي عمل تطوعي الاونلاين، او بتتعلم كورس كذا، او بتعمل كذا، مش شرط كل حاجه تعرفها لاهلك، لان ساعات هم عاوزين يريحوك، ساعات عاوزين اللي هو لا ركز بس في دراستك وكفايه عليك قوي كده. انت اهم حاجه عندك اللي هي نقطه ثالثه، مانج يور تايم. لو انت خدت ساعتين في يومك تستثمرهم في حاجه مفيده ليك، ده مش بتضيع وقتك على فكره، وكده مش غلط. هو اصلا هقول لك حاجه، انا في سن معين كنت ببدا اقعد اكتب كتب بالانجليزي وحاجات ومش عارفه ايه. انا والدي كانش حابب الموضوع ده، كان يقول لي انت بترهقي عينك، وانت مش عارفه ايه، انت قاعده على اللابتوب وبترسمي، طب انت كده تو ماتش. فطبعا انا الكتابات اللي انا كنت بكتبها والحاجات دي هي اللي خلتني، برغم ان انا جيت برغم ان انا جيت في ابتدائي من امريكا، فضل اللغه عندي قويه عشان بدات ان انا اطور نفسي في الكتابات، وان انا اقعد اكتب الانجليش واعمل كذا واعمل كذا.
مش لازم نقعد اقول لهم انا بعمل ليه. هقول لك حاجه بسيطه اهو، لسه انا فيها والله، انا عشان لسه يعني لسه صغيره وكده، ولسه قاعده مع ماما وبابا، فنفس المشكله. انا قررت اعمل رحله علميه للطلاب بتوعي في كليه العلوم في متحف اللي هو الجيولوجيا بتاع الديناصورات. واكيد لو الناس سمعت عن العالم هشام سلام اللي هو اكتشف منصورة. فانا هاخد الاولاد وهيبقوا مسؤولين عني، انا مسؤوله عنهم سوري، وانا هوديهم يشوفوا المتحف بتاع الديناصورات ويتعلموا الحاجات دي. اول ما عرفت والدتي ليه تتعبي نفسك وترهقي نفسك، وانت هتكسبي ايه وانت هتعملي ايه؟ فانت ما تحطش يعني ساعات اهلك هم عاوزين راحتك، بس هو برضو لو انا بفكر فيها بطريقه البيزنس والطريقه العلميه. انا واحده عامله منصه تعليميه، اكيد شفتوا ان انا عندي منصه اسمها كورساتي لسه عاملاها السنه اللي فاتت اخر السنه. انا عايزه المنصه تتعرف، يبقى لازم اعمل حاجه كويسه، اعمل رحله علميه لمتحف الديناصورات محدش عملها، يبقى منها انا بتعرف، ومنها حاجه مجانيه وحاجه كذا، بس هتاثر بطريقه ايجابيه بعد كده. يبقى وفي نفس الوقت مش لازم اعرف اهلي الخطوات، لانهم بالنسبه لي هم مش عاوزين يرهقوك ومش عاوزين يعملوا اي حاجه. عامل زي مثلا لما تيجي تنام ويقفلوا عليك النور ويضيع عليك حاجه مهمه، يقولوا اصل احنا شايفينك تعبان. لا، ما هو يا جماعه خلينا واثقين، وكلامنا انا لسه قايله الكلام ده لوالدتي امبارح. قلت لها ماما حبيبتي احنا لسه شباب صغيرين، لسه ما اتجوزناش، لسه ما عندناش مسؤوليات. طول ما معانا الوقت نستثمره ونستفيد منه في حاجات مفيده لينا، في حاجات احنا بعد كده ما عادش هيكون معانا وقت. بعد كده لما تكون مسؤول عن بيت، مسؤول عن كذا، مسؤول عن كذا، والناس اللي في الثانوي نفس الكلام ليكم، لما تكون عندك مسؤوليات اكبر مش هيكون معاك وقت. فاحنا دلوقتي معانا وقت كتير، بدل ما نتفرج على الفيسبوك وعلى الريلز وعلى حاجات ما لهاش لازمه، اطور نفسي في الانجليزي، في التكنولوجيا، وفي الماده العلميه اللي نفسي يكون فيها حاجه في المستقبل. الثلاث حاجات دول هيودوني في مكان تاني. انت لو حابب تكون دكتور، ليه ما تبداش اصلا تروح عمل تطوعي في المستشفيات، تبدا تروح مثلا الورش اللي تبع المؤتمرات بتاع الدكاتره ومؤتمرات مش عارفه ايه الحاجات دي كلها. انا لسه واخده شباب صغيرين في اولى اعدادي وثانيه اعدادي، واخداهم من السنه اللي فاتت في حاجه اسمها جوجل هاكاثون طبعا على مستوى العالم، وخدوا جايزه 2000 جنيه وشاركوا معانا في المؤتمر برغم ان هو كان للكبار. فانت متاح ليك تدخل مؤتمرات مجانا وتعمل حاجات كتيره، طور نفسك واشغل نفسك، ما تقعدش تضيع وقتك في حاجات كتيره ملهاش لازمه. ازاي تلاقي العمل التطوعي فيه اونلاين وفيه اوفلاين، بس انا مش لاقي حاجه في كليه الطب. انا هتكلم معاكم عشان اعرف انتم ايه بالظبط وفي انهي محافظات، عشان نعرف احدد لكم هنقدر نستفاد ازاي. دلوقتي وقت الكويشنز، فانا دلوقتي وقت الاسئله، فانتم ممكن تتكلموا، بس هناخد واحد بقى. مين اللي عنده اسئله او كويشنز حابب يتكلم؟ حبيتش السيشن تكون فيها معلومات كتير قوي عشان نستثمر وقت اكتر في الاسئله، لان الاسئله بالنسبه لي اهم كتير من السيشن لوحدها مش كفايه الصراحه. اوكي، مين حابب يتكلم او عنده اي كويشن؟ اتفضلي يا جنى. ناخد جنى وبعدين هو اول حاجه حضرتك قلتي ان احنا المفروض نحط نفسنا في البيئه اللي هم الناس اللي احنا عايزين نكون زيهم وكده. فانا مثلا لو عايزه اخش طب، فانا المفروض ارتبط بالناس زي دي. انا مش عارفه اعمل كده، او ازاي اربط نفسي بالناس زي دي وانا لسه اصلا طالبه داخله جريد 11، وكل اللي اعرفه مثلا ان هم في سني دفعات اكبر مني بسنه، لسه ما اعرفش الناس زي دي. طب وتاني سؤال معلش، شايفه ايه اكتر؟ لا ما اتفضلي. تركبيش الاسئله، خلي واحده دلوقتي. انت تمام. انت عارفه ان الطب دلوقتي ليه علاقه بالبحث العلمي. انت في محافظه ايه وفي مدرسه ايه؟ انا في الفيوم، لكن انا في ستيم بني سويف. ستيم. اه طب جميل قوي. انت تروحي للاداره التعليميه بتاعتك، الوكيله او المدير، وتتكلمي معاهم تقول لهم انا حابه اشارك في البحث العلمي اللي ليه علاقه تمام. بتدخل مع الناس بتوع كليه الطب، ونروح المؤتمرات بتاعتهم وما الى ذلك. هيدلوكي وهيبداوا ان هم، وانت بالذات انت في ستيم دي هتبقى حاجه كويسه جدا. في مؤتمرات على بيروحوا جامعه زويل وبيروحوا الحاجات دي كلها. ايه البحث العلمي؟ بحث العلمي ان انت مثلا في مرض معين، في حاجه معينه مثلا، بيبداوا يعملوا عليها ابحاث. زي ما دايما يقول لك ايه، تم اكتشاف علاج لمرض كذا، تم اكتشاف كذا. ما هو دي بسبب البحث العلمي. الناس بتقعد تعمل تجارب وتعمل ابحاث وبيروحوا معامل، وفي ناس بتروح عشان تستكشف او مش تستكشف، يعني تبص على الحاجات اللي اوريدي موجوده. زي مثلا انا قلت ايه، انا هاخد الاولاد للمتحف بتاع الديناصورات.
الحاجات اللي زي دي يا ندى لازم تكون حضوري احسن. انا افضلها حضوري. الاونلاين بصوا يا جماعه، الاونلاين الحاجات زي دي حاجات سيمبل، حاجات بسيطه، بديكم نصايح، هديكم لينكات، هعمل لكم كذا. لكن في حاجات لما اجي اعملها اقول لكم لا لازم حضور. فبالنسبه للبحث العلمي خليك حضور. وانا كنت مشتركه في المدرسه بتاعي في البحث العلمي، فحاجات كانت حلوه جدا ان هما دايما بيحطوني ويوصلوني بالناس. وخد بالك اهم حاجه عندي واهم حاجه عندكم، لما توصل بشخص خد رقم تليفونه وخد الفيسبوك بتاعه، خد كل حاجه تقدر تاخدها منه، وخلي ويعرفك على حد تاني ممكن يساعدك. وخد بالك البداية من واحد بيخليك توصل لحاجة كبيرة جدا. أنا البداية بتاعتي كنت بتكلم في مؤتمر المرأة العالمي، في مؤتمر عن سيشن معين، شافتني واحدة بتاعت منظمة البرمجة في نيويورك، عملت تعاقد معايا، بقيت بعمل حاجة في مصر للشباب في البرمجة. وجت سنة 2023 عطت لابتوب هدية للبنت اللي هي كسبت وعملت منصة تعليمية كويسة. فالحاجات دي كلها بتيجي من البحث. فانتي ده مبدئيا. السؤال التاني بتاعك ايه يا جنى؟ هو انا دلوقتي خلاص في الاجازه اللي هو خلاص داخله جريد 11، فعايزه اعرف ايه اكتر حاجه ممكن اطور فيها نفسي وازاي. ايه الحاجة تقدري تطوري نفسك فيها؟ اللغة الإنجليزية عن طريق سماع فيديوهات زي مثلا ديزني أو حاجات. عارفة الكرتون؟ مش لازم اه تسمعي فيها كتير، اسمعي 5 دقايق بس وتعلمي نطقها صح، واقعدي كرريها كتير. وتعلمي حاجة في التكنولوجي، يعني يبقى ليكي علم بالكمبيوتر، ازاي تستخدمي مثلا تفتحي وورد، ازاي تفتحي اكسل، ازاي مثلا اكتب برزنتيشن، ازاي ممكن اعمل خطاب مثلا لحد. يعني دلوقتي انا عايزه اقدم على كذا. بس اقول لك حاجه، الخطابات بقت سهله جدا. انا بقيت بكتب على جيميناي او شات جي بي تي، واكتب ان انا مثلا عايزه اكتب حاجه كذا كذا مثلا. هقول لكم حاجه، لحظه هعمل لكم شير لحاجه جيميناي اللي انا قصدي عليه. ده جيميناي، تمام؟ شايفين الكلمه دي؟ جيميناي، اعمل سيرش عليه. ده عامل زي شات جي بي تي. جيميناي ده هيعمل ايه؟ هقول لك هيعمل لي ايه. اكتب عليه مثلا انا عايز رساله توصيه، مثلا رساله توصيه عشان ادخل عمل تطوعي مثلا، اللي هو I need، ممكن بالعربي بيتهيألي كمان، I need a recommendation letter for مثلا high school مثلا. انا كتبت كده مثلا، وانا معليش في الكتابه ولا ليا اي حاجه. هو هنا بدأ يكتب لي الحاجات اللي انا محتاجها، الانترودكشن بتاعي، المقدمه، محتاج تكتب كذا، اسمك وتكتب كذا، الحاجات القوه بتاعتك اللي مش عارفه ايه. بدأ ان هو يحط لك في نقاط ايه اللي انت محتاج تكتبه. طب ماشي، طب انا اهو سامبل كمان. سامبل يعني ايه؟ لو انا هوريك عينه من اللي ممكن يبقى مكتوب، وحطيت لك بين قوسين الحاجات اللي انت تملاها بقى باسمك، اسمك، مدرستك، مش عارف ايه. فكل الكلام ده هيجي منين؟ من جيميناي. ما عادش بقى على فكره الموضوع بقى اللي اقول لكم ايه ابحث عن طريق دكتور وابحث عن طريق مش عارف ايه عشان تكتب رساله توصيه ورساله مش عارف ايه. لا، هي حاجه دلوقتي. تخيل مثلا ان عندك ريسيرش على البولوشن، مثلا ريسيرش on pollution مثلا less than 500 words. انا عايزه اعمل رساله عن البولوشن في اقل من 500 كلمه، هيكتب لي. بس انا طبعا لما اجي اتكلم هو عمل لي اكتر من انواع، اكتر من نوع في التلوث. عشان ايه؟ في انواع تلوث كتير جدا والكلام ده. طبعا انا اللي يفضل ان انا لما اعمل حاجه زي دي برضو احط التاتش بتاعي، ما اخدش كل حاجه، عشان في حاجه اسمها مش فاكره حاجه اسمها ايه بتعرف اذا كنت سارقها او لا. فانت برضو ممكن ايه اقتباس او حاجه مش عارفه اسمها ايه. المهم يعني اخد بالي من النقطه دي شويه. فده من ضمن الحاجات اللي هي مفيده جدا. و فطور نفسك في اللغه الانجليزيه وطور نفسك في التكنولوجيا يا شباب. لو في فرصه ان انت تاخد عمل تطوعي تمام. لو انت في الثانوي حاسس ان مفيش وقت للعمل التطوعي خلاص مفيش مشكله، يعني مش لازم تضغط نفسك برضه قوي. اوكي جنى؟ تمام، شكرا لحضرتك. العفو. اوكي، كنا قلت محمد هو كان رافع ايده صح؟ اوكي. انا كنت قلت مين تاني؟ في حد كان اوكي، منسي. اتفضلي يا منسي.
لا السلام بصي هو عليكم. انا اتفضلي. اسمي جنى من اسكندريه. تمام. انا بحب جدا، يعني انا مؤمنه دايما ان مش لازم انك، يعني لازم تنجح في الحاجه، مش لازم انك تدخل كليه طب عشان تكون انسان ناجح. انت لو دخلت كليه تربيه مثلا وبقيت دكتور في الجامعه تكون احسن كتير من دكتور دخل كليه طب ومش بيحب المجال وفي الاخر مش هيبقى دكتور مشهور. لازم تدخل المجال اللي انت حابه. تمام. مظبوط. بس بس انا عندي مشكله ان انا بكتب شعر وبلقي شعر. بحب جدا اتكلم انجلش امريكان اكسنت، بحب اتعلم وبحب دايما اعمل بروجكت او برزنتيشن عن مواضيع مختلفه في الساينس والفيزيكس بالذات والالكترومagnetic بولوشن. ده موضوع انا مهتمه بيه الفتره دي لان هو بولوشن منتشر جدا بس مفيش حد مهتم بيه. بس انا مش عارفه ازاي اوجه نفسي او ازاي يعني حد يعني يلاقيني او كده، ازاي اوصل يعني. بصي هو موضوع ان انتي حد يلاقيكي دي صعبة قوي في مصر قوي، لانك اصلا بتتحاربي من الناس اللي حواليكي. يعني يقول لك ايه، انت مش هتعرفي توصلي، انت مش عارفه تعملي. انا بس بقول لك الحقيقه، يعني انا بقول لك هو الحقيقه واللي فعلا بيواجهك. بالذات ان في المدارس ما بيهتموش. هو انت مش بتهتم، هو مش شايف ان انت في الاخر هتطلع حاجه كويسه. هو شايف ان انت طالب خلاص هتذاكر منهجك وتنجح وبس. هو ده الشطاره مع انك تطلع ما الاول عشان مش كده انك ما عشان كده تسبق. بقول دايما الحاجه اللي تقدر يعني تبقى كويسه في الحته دي، ان انا اروح البحث العلمي. اهو دول الناس بقى بالذات اللي بياخدوا فعلا الافكار وبياخدوا الحاجات وبيحاولوا ان هو يشغلوكي، يحاولوا يحطوكي في المكان الصح. وحتى لو حسيتي الناس اللي حواليكي دول مش بتستفادي منهم اقصى استفاده، استفادي ان انت تاخدي منهم ارقام ناس تستفادي منهم تانيين. يعني مثلا زي جامعه زويل، زي مش عارفه ايه، تاخدي منهم ارقام ناس يودوكي المكان اللي انت عايزاه اكتر. فاهماني؟ مش نوعا ما، بس هي كده للاسف، ان هما بيشجعوا اكتر الحاجات اللي هي المغنيين، الممثلين، مش عارفه ايه. فالعلم محطوط في خانه بعيده شويه، فاحنا اللي بنفسنا وبارادتنا احنا اللي بنوصل نفسنا اللي احنا عاوزينه. بالنسبه اوكي، عندك سؤال تاني؟ لا هو اتمنى ده كان تكوني سؤال بس. اقتنعتي. بس روحي للاداره بتاعه المدرسه بتاعتك ووصلي. هيقول لك اصلا انت مش عارفه ايه ومش هتوصلي، مالكيش دعوه بكلام حد، خدي منهم اللي انت عاوزاه وامشي. الناس بتتكلم كتير. تمام. بالنسبه في حد قالت جنات الكبه، ازاي اقنع اهلي اني ادرس بره مصر؟ ارجوكي رد عليا. ارجوكي، انا نفس المشكله ومش عارفه اقنع اهلي. فيعني انا وانت يعني نرجو الله بقى. مشكله كبيره والله. هو بصي، هو فكره عشان اكون معاكي صريحه وهم صح برضو، هم خايفين علينا. يعني ان احنا ربونا في بيئة معينة والناس مش كويسة، مش احسن حاجة. انت كده كده لما تروحي منحة دراسية بره، طبيعي هيكون في ألمانيا، في تركيا، في أماكن اللي هي مش نفس طباعنا، فهيقابلك ناس مش كويسة. فللأسف في ناس كتير بتسافر وبيبدأ إن هي تنزل لمنحدر وحش. فهم عندهم حق. انا ممكن اطور نفسي واوصل للي انا عاوزاه وانا في مصر. زي ما انا قلت لك، انا كنت في مؤتمر عالمي بتاع امريكا وانا قاعده في السرير وانا قاعده في الاوضه. فاهماني؟ واقدر ان انا اتعلم واتواصل مع الناس اللي بره واوصل اللي انا عايزاه. انت ممكن تعملي ماجستير وانت قاعده في البيت، ممكن تعملي دراسات معينه، بحث العلمي، اي حاجه انت عايزاها، وتتواصلي مع الناس بره. الفكره نفسها بس ان انت تشوفي الناس اللي في مصر اللي في البحث العلمي وهم يبداوا يوصلوكي باللي بره واحده واحده. فاهماني؟ فاهم قصدي يا جنات؟ انت سامعاني يا جنات ولا لا؟ اتصدمت يا جنات شكلك. اوكي. ميدو اتفضل. ميدو انت رافع ايدك. السلام عليكم. أنا روان عليكم. محمد من محافظة الغربية. أنا كان عندي لا، وأنا انت ايه؟ انت في سنه كام؟ تانية ثانوي. ماشي اتفضل. أنا دلوقتي في تانية ثانوي تمام. وأنا مش عارفة أحدد هدفي. تحددي يعني هدفك. مظبوط تمام. أنا أهلي بيقولوا ادخلي كلية طب، بس أنا مش عارفة الموضوع. مش هما حاباه اصلا؟ هما مش جابرين، هما يعني مرجحين. أنا مش عارفة أعمل إيه. طب ما اقول لك حاجه حلوه. انت مثلا عارفه، حاسه ان انت مثلا ميولك ليه اصلا؟ إن أنا ان انت تتاكدي انت عاوزه ايه. بس أنا مش عارفة. حلو. انت عارفه ان في حاجه اسمها ايفنتات؟ سمعتي عنها؟ مؤتمرات. لا.
المؤتمرات دي بتتعمل جوه الجامعه. انت في انهي محافظه؟ انت قلتي محافظه ايه؟ الغربية. حلو. في محافظه الغربيه هتلاقي في الجامعه بتاعتكم، انا معرفش الجامعه زي جامعه المنصوره فيها كل الكليات ولا لا، هتلاقي جواها، هتلاقي اكيد عندك ناس اصلا في الكليات او كده جوه الجامعه، هتلاقي كل فتره بيعملوا مثلا مؤتمر في كليه طب، مؤتمر في هندسه، مؤتمر في كذا. احضري المؤتمرات دي وابداي اتعرفي على الناس اللي هناك، هتلاقيهم بيتكلموا عن المجال وبيتكلموا عن مثلا إيه ده، في كذا كذا، ده في مش عارفه ايه، وبيبداوا يتكلموا في حاجات علميه قوي. وتشوفي وانت بتسمعي ايه الحاجه اللي جذبتك قوي. وممكن تحسي الموضوع غريب، ان هروح اسمع حاجه انا ما اعرفش عنها حاجه. ده نفس الطريقه اللي انا حددت بيها هدفي في الاول. انا كنت بروح احضر حاجات تكنولوجيه، واسمع عن الموبايل ابلكيشن، واسمع عن مش عارفه ايه، واسمع عن حاجات كتير قوي. وبعد كده اروح احضر حاجه مثلا في هندسه طبيه، وبعد ما سمعت عن الهندسه الطبيه مش عارف ايه، بدات ادخل في مش عارفه ايه. الحاجات دي كلها خلتني احدد هدفي انا عايزه ايه في الاخر. هو موضوعات مختلفه وممكن مبقاش فاهمه فيها قوي، وباخد معلومات يعني ايه مشتته، بس في الاخر حسيت ان ميولي لحاجه معينه. ده انا لا، انا حاسه ان الحاجات الهندسيه دي لا مش برمجه، الحاجات دي مش بتاعي. انا حاسه الحاجات اللي مياله ليها اكتر الحاجات العلميه. فالحاجات دي من النوع اللي بتخليك تقدري تحددي هدفك، ان انت تسمعي كتير وتروحي المؤتمرات دي. معايا؟ سامعاني ولا لا؟ سامعاكي. بس انا ما انا عارفه ممكن ما مش اعرفش. عارفه طب ينفع تروحي. اشوفها اونلاين؟ في اونلاين، بس انا افضل الحضور. صدقيني الحضور بيخلي الناس تتعامل معاكي، وبيتبسطوا قوي قوي لما يلاقوا حد في الثانوي بيحضر حاجه زي دي. بصي بيتوصوا بيه جامد، ويبداوا ان هم ياخدوا رقمك، ويبداوا ان هم يتواصلوا معاكي لحاجه تانية احسن. ودايما بيبقى عليكي سبوت، على فكره سبوت لايت للناس اللي في الثانوي بالذات اللي بتحضر مؤتمرات الجامعه. خد بالكم دي بتفرق قوي. بالنسبه لرحمه، انت قلتي لي اقرا حاجه. طب ثانيه واحده. انا مش عارفه فين السؤال يا رحمه، في ناس كتير كتبت قوي. انا كنت عايزاكم تتكلموا صوت بس ثانيه. انت بتقولي الاهل مش مقتنعين بفكره العمل التطوعي student activities عامه. طب ماشي. هو بالنسبه لان الثانوي مقياس وكل حاجه جميله، بس قولي مثلا انت حابه حاجه تطوعيه زي ايه يا رحمه؟ انا مشكله اصلا من محافظه الدقهليه، يعني انا في محافظه بعيده عنكم قوي. بس انا ممكن ابعت لكم المؤتمرات الاونلاين، يعني ممكن مؤتمرات اونلاين ابعت لكم حاجات زي دي تبقى حلوه قوي. ده اللي اقدر اساعدكم فيها. رحمه ممكن ترد عليا بعد اذنك؟ مش بصوا احنا كده كده عامه ان شاء الله حتى بعد ما السيشن يخلص انا هفضل معاكم في الجروب، عشان لو في اي مؤتمرات او حاجه، بان اغلبكم في الثانوي، فده حاجه حلوه يعني. انا هفضل مستمره معاكم ان شاء الله، ابعت لكم اي حاجه تفيدكم يعني باذن الله. اكيد يعني انا هبعت لكم حاجات كويسه ان شاء الله. اوكي اتفضلي يا اروى. يا ريت تتناقشوا معايا افضل من الكتابه، لان اتفضلي يا اروى. وبعد كده علياء، وبعد كده نيجار. بس ايه كان اروى انت تعرفي تفتحي المايك؟ حضرتك سامعني؟ سامعه حضرتك. انا اروى تامر من جنوب سيناء وداخله ثالثه ثانوي. ما شاء الله. انا سؤالي مش في الموضوع نفسه قد ما هو في تنظيم الوقت. انا نوعا ما كويسه في تنظيم الوقت، يعني احط تاسكات امشي عليها كده في المذاكره على قد المذاكره، وفي الاجازه في الحاجات اللي هي الاكتيفيتيز والتطوع وكده. فانا مهتمه بكليه الطب، كل حاجه ليها علاقه بالاعصاب عايزه اتعلمها ما شاء الله. فما كانش قدامي فرص كتير من اولى ثانوي، من وانا في ثالثه اعدادي كده بدات ادور، بس ما اكتشفتش بقى حاجات كتير غير وانا في ثانيه ثانوي. فبقيت بقى دلوقتي الاقي مثلا ايفنتات وبروجرامز وريسيرش وحاجات كتير وانا داخله ثالثه ثانوي. عارفه انا ادخل في الحاجات دي وازود بقى شهاداتي والسي في وكده. لا مالهاش ولا ثالثه ولا ايه السي في؟ ما انا ما بشغلش بالي بالسي في والشهادات، ده طلع كله على فكره بروباجندا ملهاش لازمه. الاهم من السي في والشهادات هو التعلم. فانا برايي انت داخله على ثالثه ثانوي، اكيد طبعا انا التعلم نفسه، بس ما تقوليش ان انا ندمانه ان الوقت ضاع مني او ان انا ما عرفتش ده قريب. يمكن خير. ركزي في ثالثه ثانوي دلوقتي، ركزي فيها.
ليه؟ لانك عندك وعلى فكره في تنظيم الوقت، بما ان في ناس كتير هنا ثالثه ثانوي، هقول لكم طريقه للمذاكره. احسن وقت للمذاكره هو بعد الفجر بجد، ده اكتر وقت مثمر بجد بجد. بحس ان الساعه بتاعه الفجر اللي بعد الفجر دي الصبح قد ساعتين 3 بالليل. مبدئيا لما تيجي تذاكر ابدا بالماده الصعبه عندك، يعني ابدا بالرياضه، ابدا بكيمياء، لو انت ادبي ابدا بالماده المعلومات بتاعتها تقيله. لما تيجي عايز تفصل، افصل بالنحو، افصل بالجرامر، افصل بالماده اللي هي اللغه الثالثه اللي هي الماني او فرنساوي او معرفش لو انتوا بتاخدوا اسباني. يعني ايه؟ يعني دلوقتي لما اجي افصل بين الماده والثانيه احل نحو سواء جرامر او جرامر لاي ماده من الثلاثه دول. بجد هيفرق معاك قوي ان انت هتحس ان انت بتحل جرامر مش واخد منك وقت، وبتفصل من ماده كيمياء وفيزياء مثلا، بتحل شويه نحو، بتحل شويه فرنساوي جرامر، بتحل شويه مش عارف ايه. فهتيجي تبص تلاقي الوقت وسع معاك جدا. بلاش ان انت تخصص وقت ثابت قوي للنحو وتحل كذا، خلي ده الحاجات اللي هي بين مذاكره الماده والتانيه. وخلي دايما المواد التقيله عندك تكون الصبح. ودايما بالنسبه هو انتوا هنا في حد اهو هتكلم عامه بالنسبه للمواد العلميه. الادبي طبعا كده كده كله حفظ. بالنسبه للمواد العلميه اللي في علمي او رياضه، اعمل كشكول خاص لكل ماده فيها القوانين بتاعتها من اول. يعني دلوقتي انا داخل على الكيمياء، لو عندي قوانين في الكيمياء ابدا اعمل كشكولي مرتب بالقوانين. عندي فيزياء اكتب القوانين الاساسيه واكتب الرموز، ما استناش ان المدرس بتاعي يكتب لي، لا اعمل الحاجات دي وتبقى معايا. ده على فكره بيثبت المعلومات عندك. واللي بيقول لك الكيمياء صعبه والفيزياء مش عارف ايه وكذا، لا بيفرق موت معاكم يعني بجد. وحتى قواعد النحو نفسها انا عندي كشكول كنت بكتب فيها قواعد النحو بطريقتي انا. الحاجات دي كلها بتفرق معاكم يا شباب وانتوا بتذاكروا جدا. بتعمل حاجه تانية خالص. يعني ايه؟ بتخلي المعلومه ثابته عندك، ان انت لو كنت هتنساها قبل كده لا خلاص ما عادش هتنساها. وطريقه النوم يا شباب بلاش تقولي اصل انا بحب انام وبحب اصحى والناس نايمه. بس هو التركيز بتاعك اعلى حاجه بيكون بعد الفجر. بجد انا اوريدي يعني ايه، انا اوريدي جايبه 96% وكمان ناقصه 2% ظلم. فيعني انا كنت تقريبا جايبه 98. فبكلمكم عن طريق مذاكره الصراحه كانت تدخلني طب وانا مغمضه، بس انا كده كده كنت بخاف من الدم والحاجات دي. فالحمد لله يعني ربنا بعدني عن الحاجه اللي انا مش هكون كويسه فيها، يعني حطني في المسار الصح بتاعي. اوكي. بالنسبه علياء، يعني دلوقتي بصي بالنسبه لمين كانت رافعه ايديها، مهم اروى. اروى اوعي تعملي حاجه غير ان انت تركزي في ثالثه ثانوي دلوقتي، ده هدفك تدخلي طب بقى ان شاء الله وتحضري المؤتمرات فعلا وقتها. علياء اتفضلي. السلام عليكم، أنا عادل من البحيرة داخلة أولى ثانوي، وكنت عايزة أسأل حضرتك شوية أسئلة. اتفضلي. أول سؤال هو بمناسبة السوفت سكيلز وكده، كنت عايزة أعرف إيه المهارات التانية اللي ممكن أتعلمها وتفيدني عموما في حياتي وفي الشغل قدام يعني. اوكي، ندخل على جيميناي اللي انا وريتكم البرنامج بتاعه، وتقولي مثلا ايه توب 10 سوفت سكيلز، توب 10 سوفت سكيلز فور هاي سكول. فاهمه قصدي؟ فور هاي سكول ستودنت. يعني ايه اللي هو انا هشوف اكتر 10 مهارات لطالب في الثانوي، ايه اكتر 10 مهارات واكتب. هو هيبعت لي ثواني، انا بس بقول لك على اسهل طريقه، يعني انت مش محتاجه ان انت ايه تتعبي قوي. قال لك اول مهاره موجوده قدامي اهيت اداره الوقت، الكريتيكال ثينكينج، ان انا بفكر يعني تفكير بناء، تفكير ان انا ازاي احل المشكله، مش هسيبها موجوده المشكله وخلاص. ان انا يبقى عندي كرياتيفيتي، الابداع، ما يبقاش مثلا اللي هو ايه الحاجات الابداعيه، يعني تفكير بره الصندوق. يعني بدل ما اقعد ايه انا علم الاحياء مثلا عندي درس مش عارفه احفظه، طب ما ايه رايك لو انا جبت برنامج 3D ويريني جوه جسم الانسان ايه اللي بيحصل، لو انا عملت مش عارف ايه حاجه بره الصندوق، حاجه مختلفه. يعني مثلا في برامج على اللابتوب اسمها اناتومي، بدل ما تقعد كل شويه بتتفرج على جسم الانسان كمجسم في الورقه، طب ليه ما اجيبش برامج توريني جسم الانسان كموديل. يعني مثلا هعمل معاكم شير
ده مثلا هنا ده مجسم هو لجسم الانسان. فانا بدل ما كل شويه عماله اذاكر العظام واذاكر الحاجه بشكل بتاع، لا طب ما انزل برنامج يوريني ال 3 دي بيكتشر بتاعه. طب مثلا عايزه اشوف ده اسمه اناتومي مثلا، انزل عايزه اشوف مثلا شكل القلب فين بالظبط. دي برامج بتنزل على طول على الكمبيوتر او على الموبايل اسمها اناتومي. في برامج تانية كتير اهي عماله ازود اهو لحد ما وصلت للقلب مثلا. شفت شكل القلب اهوت، شفت ايه طريقه مش عارف ايه، شفت فين كذا. الحاجات دي انا عرفتها منين؟ وصلت لها عن طريق ان انا نزلت برنامج اسمه اناتومي. خليت الكرياتيفيتي عندي طريقه تفكير خارج الصندوق. بدل ما اقعد اقرا من الكتب فقط، لا انا ابدا انزل حاجه تخليني انا عارفه افهم اكتر. بدل ما الراجل عمال يشرح لي في الدرس العظام القفص الصدري يتكون من 12 ضلع بال اسمها ايه 12 pairs of ribs، 12 جزء يعني فردتين من كل ايه هو كده بقى فردتين من كل ضلع ماشي. فانا مش انا حفظت المعلومه. طب ما ايه رايك لو انا شفتها بعيني؟ هتفرق. ومثلا يقول لك ايه القلب ليس في المنتصف انه يميل قليلا الى اليسار. طب ما اشوفه بالحقيقه ان هو فعلا يميل قليلا الى اليسار. يعني الحاجات دي بتفرق معايا في العلم، بتفرق معايا في المذاكره، بتفرق معايا في حاجات كتير جدا. وفي برامج كتيره جدا بننزلها وحاجات من دي. فده كرياتيفيتي، ان انت تفكر بره الصندوق ازاي استفاد. وده بتستفادوا منين؟ لما بتحضر حاجه زي دي. يعني دي خطوه كويسه جدا ان انتوا حضرتوا سيشن اونلاين تستفادوا منه، تتعلموا منه حاجه جديده تخليكم تفكروا اصلا بطريقه مختلفه. انا الحاجات دي عشان اوصل لها يا شباب تعبت عشان اوصل لها، فانا بحاول اديكم المعلومه على الجاهز عشان ايه ما تضيعوش وقت زي ما انا ضيعت. بالنسبه جيميناي اهوت قال لي creativity، افكر بره الصندوق thinking outside the box، collaboration ان انا يبقى في تعاون. انت اوريدي مثلا دلوقتي عرفت ان انا اقدر اجيب لك مؤتمرات اونلاين واجيب لك كذا، ما تخلصش السيشن وتسيبني، لا خليك دايما متابع على صفحتي. ممكن انزل مؤتمر كذا، ممكن انزل حاجه تتابعني. بس اللي داخلين ثالثه ثانوي ركز وتابع فقط مذاكرتك فقط. ما تشغلش بالك بالفيسبوك ولا تشغل بالك بالانستجرام ولا يوتيوب. قطع العالم بجد، قطع العالم عشان ده مستقبلك، وعشان ده برضو اللي هيخليك تبقى مرتاح بعدين. اوكي. عندي إدارة الوقت تايم مانجمنت، دي من النقاط المهمة جدا. لازم ابقى اعمل جدول للمذاكرة، جدول لكل حاجة وامشي عليه وما اضغطش نفسي. leadership ان انا ازاي اكون قائد وازاي ادير فريق وازاي كذا. ده من الحاجات يا جماعة المهمة اللي بتخليني اقدر اعمل حاجات كتيرة جدا في المستقبل. يعني ايه قائد؟ يعني عادي ممكن ما اجي اذاكر او ممكن اعمل حاجه ابقى مثلا معايا 5 اولاد او معايا حاجه، يا جماعه ده احنا النحو عندنا ضايع، ايه رايك انت تجيب لي قاعده المبالغه او مش عارفه ايه، مش فاكره قاعده النحو الصراحه، إيه مبتدا الخبر مش عارفه ايه، كل واحد يعمل ريسيرش على الموضوع وكلنا هنقعد مع بعض وهنعمل كذا. انت دلوقتي بقيت قائد، بتوفر وقتك، بتعمل تايم مانجمنت وبتعمل حاجه اسمها بروبلم سولفينج. بحل المشكله. انا عندي مشكله معينه وانا لسه في اولى ثانوي وثانيه ثانوي، احل المشكله يا جماعه. اسس نفسك في الكيمياء، اساسيات الكيمياء. شوف حد ياسسك في اساسيات الكيمياء، بقول اهو اساسيات الكيمياء. اسس نفسك في الرياضه، لو عندك حاجات الرياضه القديمه راجعها كويس وذاكرها كويس. اي حد عنده مشاكل في الحاجات دي يا جماعه يكلمني وانا هحاول اساعدكم واجيب لكم الحاجات دي. اسس نفسك في الانجليزي كويس، في الجرامر. اسس نفسك كويس في الجرامر. ما تقعدش تقول لما يجي ثالثه ثانوي. والله الوقت بيمر جدا. انت متخيلين احنا كان الكورونا امتى؟ الكورونا عدت عليها سنين كتيره. متخيلين الثوره حصلت امتى؟ حصلت وانتوا لسه بيبيز. فالموضوع كل ده في لحظه. فانت الوقت بيجري منك. لازم اوكي هترجع الاساسيات ازاي؟ اساسيات الانجليزي انت هتدور او تسال ناس. انا اتمنى والله لو كنت كل الحاجات معايا. بصوا يعني تيجي تدور، انت اكيد معاكم كتب من البدايه اللي هو بتشوف. بص هياخد منكم مجهود، بس مجهود في محله. والله انا عارفه ان ممكن كتير يسمع مني وعاوز يكبر دماغه، بس انا هقول لكم معلومه انا عملتها ذات نفسي، مش عشان انا فاضيه، لا عشان انا حابه ان انا اكون اتعلم صح. عملت ايه؟ جبت كتب الرياضه
سنه اولى واشوف فيها قاعده ايه، ده فيها قاعده اسمها ايه، محيط الدايره مثلا او محيط المربع، كتبت القاعده. في سنه تانية ابتدائي ده فيها ايه، ما فيهاش، ده نفس المعلومه تاني، خلاص ارمي الكتاب. ثالثه ابتدائي فيها ايه، معلومه ايه كذا اضيفها. رابعه فيها كذا اضيفها. اصل انت لو تاخد بالك كل سنه بتاخد قاعده قاعدتين، تقعد تضيف القوانين دي في كشكول خاص بالرياضه. فلما يجي ثالثه ثانوي تزود على الكشكول اللي معاك، فانت كده ثبت المعلومات كلها. هتقولي يعني انا اقعد اضيع وقتي فثبت معلومات قديمه؟ هي مش بتضيع وقتك، انت بتوفر على نفسك وقت هيساعدك بعد كده. نفس الحاجه في الكيمياء. الكيمياء ليها قواعد. يعني ايه قواعد؟ يعني يقول لك ماذا لو ضفت القاعده والحمض هيديك ملح وميه مثلا. حط القاعده دي، اكتبها واعمل مثال فقط بس. مثلا قاعده تانية، اكتب القاعده الاساسيه فقط، مش تتعب نفسك. ليه؟ لما تدخل ثالثه ثانوي هيقولك فيما سبق وتم ذكره كان في كذا، فانت هتلاقي نفسك مش فاكر. فاللي هو هتذاكر السنه السابقه وهتذاكر السنه دي، لا ابقى مجهز نفسي. في مثلا ايه بالنسبه لايه تاني؟ بالنسبه للفيزياء يعني هنقول مع ثانويه عامه مش مشكله، لان كده قواعد الساينس يعني بتبقى قليله. قاعده الحركه على قاعده، قصدي قاعده السرعه على قاعده ميل، يعني مفيش قواعد كتير قوي في الفيزياء. فانا بقول لك كيمياء ورياضه، واسس نفسك حلو قوي في النحو والجرامر والماده الثالثه اللي انت بتاخدها، اللغه الثالثه. اسس نفسك حلو قوي قوي، عشان انا اللي ضيعني اصلا كده العربي بتاعي كان ضايع الصراحه. فانا كنت ناقصه 6 درجات ورجع لي درجه ونص، بس كنت يعني غلطانه فعلا. فالعربي بتاعي كان كده ضايع في الاساس. بس الانجليزي انا كنت كويسه فيه واتظلمت. فبقول لك يعني خلي المواد اللغات بتاعتك هي مركز الثقل بتاعك. اوكي، ده حاجه مهمه. مفيش حاجه تانية، مش عايزه اقول لك ان انت تذاكر على حاجه تانية. بصي، لا اي حد يا شباب سواء ادبي علمي داخل ثالثه ثانوي اتفرغ فقط للثالثه ثانوي. ما تخليش نفسك تتضغط ويقول لك اصل انا ما لحقتش وكذا. زي المواد من الاول عشان تكون مرتاح، لان برضو الادبي صعب لان كل حاجه بتحفظيها. ما فيش يعني ايه، مش 1 زائد 1 بيساوي 2. هو واحد فيلسوف قال جمله ولازم تحفظيها زي ما هو قالها. يعني مثلا على الاقل الفيزياء او الرياضه او كذا بتحلي ويطلع معادله، بيطلع اجابه. لكن انت ده حصل كذا وده حصل سنه كذا ودي حصلت سنه كذا، ما فيهاش استنتاجات. هي للاسف لا دي لا مش خلاص ما فيش اجابه ليها. ايموشنال انتليجنس، ودي كلنا والله لسه عاوزين نشتغل عليها. ان انت تحاول تسيطر على اعصابك، سيطر على ان انا ما اقولش اصلا سلمى وضغط نفسي وانا مش قادر وانا مش عارف. انا الضغط يا جماعه ما تحطوش نفسكم في ضغط. والله انا بحط نفسي في ضغط بتعب انا ذات نفسي. كل ما انا بفكر واتوكل على ربنا واقول ربنا قادر ان شاء الله، الا بذكر الله تطمئن ان شاء الله، لو سعيت ربنا هيديني، والكلام ده كله بيفرق في نفسيتي. اطمن نفسي، اصلي ركعتين، ده بقى بص انت وقتها ادعي ربنا. وقتها فعلا انت هتبدا ان انت تدور على الحاجات اللي انت عاوز تطور نفسك فيها. زي ما قلت لك تشغل نفسك بالناس اللي انت عاوز تكون حواليهم وكده. دي المهارات كطالب في ثانوي عاوز يطور نفسه فيها. يا ريت بقى لو في اسئله تانية مختلفه، عشان ايه انا حاسه طولت عليكم. بالنسبه لساندي بتقول ان مش عارفه تنظم الوقت. شباب في كده كالندر انا عندي اللي هو بيبقى مكتوب فيه سبت حد 2 3 4 خميس ومش عارفه ايه. وبعد كده حاضر يا نيرة انا اشوف سؤالك برضه. وبعد كده ابدا احط الساعات. انا مثلا هنام 8 ساعات. عندي مثلا ممكن اروح من ساعه كذا كذا اروح الجيم او العب. ومثلا هحط ربع ساعه مثلا اتعلم انجليزي. بقول لك اهو مش لازم تتعلم انجليزي كل يوم ساعه، لا اتعلم ربع ساعه حلو قوي. طور نفسك بس ربع ساعه كل يوم كفايه. مثلا احط ان انا هذاكر، هطور نفسي ان انا او ادور على معلومات في الرياضه قديمه زي ما هي قالت لي مثلا دكتوره سلمى. هبدا ان انا اشوف كذا، ده كفايه قوي. ابدا اشتغل على نفسي فيه. بس حط مواعيد واعمل نظام للاسبوع، ما تسيبهاش مفتوحه اللي هو ايه يا فتاح يا عليم يا ترى هعمل ايه النهارده. ماشي يا ساندي؟ قبل ما اخلي ارد على حد من اللي هم عارفين ايدهم ثانيه بس. في نيره قالت ان عندها سؤال ثانيه. اختي داخله تانية اعدادي، ممكن نصيح ليها للتطوير؟ طبعا اختك خديها معاكي يا نيره في الايفنتات. انا بقول لك دخلت انا بس ثانيه واحده ممكن اوريكم من الاولاد اللي هم الصغيرين اللي دخلوا معايا في مؤتمر جوجل.
الاولاد فعلا كان انا كلمت الليدر بتاعي في الفريق، قلت له انا عايزه اجيب اولاد صغيرين. قال لي هو ينفع يعني اولاد صغيرين مش هيكون في دماغهم حاجه ومش عارف ايه وكذا. قلت له بس اديلهم فرصه وهم هتلاقيهم ما شاء الله عليهم. هوريكم بس الاولاد ثواني. انا بحب اوريكم بس عشان ما تفتكروش ان لازم ان انا ايه اكون في سن معين عشان احضر مؤتمرات وما الى ذلك. لا، انت مش محتاج سن معين اساسا. اكيد شايفين الاولاد الصغيرين دول، شايفينهم عاملين ازاي ما شاء الله. صغيرين اللي قدامنا دول عاملين مواقع على فكره، دول عاملين مواقع برمجه وعاملين حاجات كتيره، واولاد صغيرين وحضروا مؤتمرات. تمام، هوريكم حاجه تانية. دول ظهروا في جامعه هارفارد اصلا في مقاله، دول تبع برمجه برضه. ثانيه واحده. دي بنت من البنات كانت لسه في مرحله الثانوي، كانت لسه في ثالثه اعدادي تقريبا، وخدت لابتوب هديه عشان كانت عامله منصه. بسم الله. فين الاولاد بتوع دول؟ برضو من الاولاد، بس دول في الجامعه. خلينا في الاطفال. ايوه دول الشباب الصغيرين قدامكم دول، واكيد شايفين اصغر واحد قدامهم ده 7 سنين اسمه ياسين، واكبر واحد فيهم في اولى اعدادي اللي لابس نظاره. الاولاد دول كانوا في مؤتمر جوجل بتاع الجامعه، ودخلوا وتعلموا حاجات وخدوا مركز وخدوا 2000 جنيه بعيدا عن الفلوس وبعيدا عن اي حاجه. يعني ما كنتش محتاج ان انت تكون في الجامعه عشان تحضر لي مؤتمر. هم دخلوا وهم دول كانوا معايا في حاجه تانية في البرمجه. عيال اطفال، حرفيا اطفال معايا، بس بيبداوا يحضروا. على فكره السيشنز الاونلاين بتكون بالمنظر ده، يعني بتقدر تحضر مع اجانب وتحضر حاجات كتير وانت قاعد في بيتك حرفيا. الباقيين بقى حاجات ليا. فعامه انتوا ممكن تدخلوا على الصفحه بتاعتي اصلا وتشوفوا الحاجات بتاعه الشباب وهم بيعملوا ايه. فالفكره ان انت ما اخدش اخويا الصغير، لا اخده وخليه يطور من نفسه بدري بدري، هيفرق معاك قوي قوي. بالنسبه لمين؟ علياء، اتفضلي يا علياء. طيب حضرتك كمان كنت عايزة أسألك إن أنا بدأت يعني أخش في مجال البرمجة وبدأت أحتك بيه وكده، بس أنا كنت عايزة أعرف يعني أنا في مجالات في البرمجة وكده، بس أنا مش عارفة إيه المجال اللي أنا عايزة أخشه. وبدأت جميل جدا. البرمجه عشان تطوري نفسك فيها في الاول بيكون موضوع فعلا انت مش عارفه يا ترى عايزه حاجه اسمها هاردوير ولا سوفت وير. عارفه زي ما قلت لك هارد سكيلز وسوفت سكيلز، هو البرمجه نفس الفكره، في هاردوير وسوفت وير. حاجه هارد اللي هو ممكن اعمل روبوتات واعمل مش عارف ايه وحاجات اللي هو ليها علاقه بالكمبيوترات والتحكم وكلام من ده، حاجات ملموسه. والسوفت وير اللي هو اعمل موقع، ولا اعمل حاجه اسمها موبايل ابلكيشن، ولا اعمل ديزاينات مثلا، ابقى ديزاينر واعمل زي ديزاين وحاجات من دي. فانتي حاجه زي دي برضو تحضري ليها مؤتمرات تبع الهندسه وحاجات من دي. كل ما تسمعي اكتر او تحضري حاجات سيشنز فور فري. مثلا انا بعمل من كل فتره وفتره حاجه عن البرمجه، مثلا حاجه اسمها برمجه المواقع، ان انت تعملي ويب سايت مثلا. تحضري مثلا السيشن ده، يعني انتوا كده كده متابعين عندي على صفحتي فهتشوفوا الحاجات دي. تشوفي مثلا دخلت حسيتي نفسك مهتمه، تمام. حسيتي جواكي ان انت مفيش قبول للحاجه، عارفه في بيبقى كده جواكي حاجه معينه كده بتشدك لما تشدكيش. حسيتيش قبول، خلاص لا انا اشوف موضوع الروبوتكس مثلا. حسيتيش قبول، خلاص يبقى انا اشوف الموضوع اللي بعده. ما عجبكيش، طب يا ترى انا كنتش عايز برمجه اصلا. طب تعالي نبص على الحاجه العلميه والبحث العلمي. ده انا حاسه نفسي مبسوطه قوي بان انا بشوف تطور في كذا وبعمل كذا. لا يبقى ده اللي انا الاتجاه اللي بمشي فيه، الاتجاه اللي بحس قلبي وقتها راضي عنه وبحس نفسي ان انا فعلا مبسوط لما بروح له، ما احسش ان هو مضطر. فاهمني؟ تعالوا نشوف مين رافع ايده. نيجار، اتفضلي نيجار. معلش يا دعاء بس الموضوع ده. السلام عليكم. أنا نيجار من سوهاج، داخلة تانية ثانوي. كنت عايزة أسأل حضرتك دلوقتي، أنا أهلي بيبقى قدامي ايفنتس كتير، سيشنز كتير ممكن اوفلاين، بس هما مش بيوافقوا. خليكي برضو هل ماما وبابا يقدروا يروحوا معاكي الحاجات دي ولا صعب؟ هو صعب. يعني دلوقتي لو تسمعي حضرتك عن كورس فايتال، في زي الحفلة وكده، أول ما عرضت عليهم ومش عارفة ايه قالوا لي ايه الفايدة، حاجات كتير قوي بيقولوها ممكن بتحبطني قوي. هقول لك حاجه يا نجار. عامه حاجه زي كده لو انت حابه تحضريها قوي ممكن تخلي اوريدي معاكي الاكونت بتاعك، خلي ماما تتكلم معايا. الموضوع الاقناع ده بيكون صعب قوي، بس الفكره انت ممكن تخليهم يجوا يشوفوا الدنيا بيبقى فيها ايه والاستفاده ايه. ايوه، انا فقلت له انا
بشوف زي ايفنتس بتاع BYF والنولج، يعني دي بعد شهرين او بعد كام يوم. ما تمام. هي دي بصي اقول لك حاجه، دلوقتي هو كده اول هو حاجه من الاثنين. هو لا فاكرين انت هتروحي لوحدك وخايفين عليكي، دي حاجه مبدئيا بتحصل معانا كلنا. لا، الحاجه التانية ان انت تقول لهم والله انا دي حاجه هستفاد منها ومش عارف ايه والكلام من ده، وممكن حضرتك تيجي معايا ونشوف الموضوع. ولو هو مش مفيد يعني انت ممكن تتكلمي معاهم دي عن طريق هو دي من ضمن المهارات على فكره السوفت سكيلز، اللي انت تحاولي تقنعيهم بطريقه غير مباشره، اللي هو ايه، طب دلوقتي انا شايفه ان دي حاجات بتفيد مهاراتي وكلام من ده، وهم اتكلموا في موضوع ان هيطور من مهاراتي وهيفيدني كتير لما اجي ادخل مرحله الجامعه، وحضرتك ممكن تيجي معايا يا ماما ونشوف الموضوع، ولو ان شاء الله الموضوع جميل وكده ابقى اروح حاجات زي دي وانت معايا. تمام. انا دلوقتي او يعني قلت لهم زي كده. تمام. قلت لهم ممكن السكيلز ممكن تفيدني وحاجات كلها، يعني دلوقتي انا عايزه اقدم على منح وكده. تمام. بقول لهم في ناس سبيكرز كتير قوي هتتكلم عن الحاجات دي وهيفيدونا في الموضوع. بتقولي دلوقتي ركزي على دراستك، يعني ما تشغليش دماغك من دلوقتي، حاجات زي كده. والله دي مشكله كانت بتواجهني انا برضو والله. خليكي اقول لك حاجه يا نجار، في حاله ان انت حاولي تقنعيهم تاني، ولو عاوزين يتكلموا معايا مفيش مشكله، لو هو ما اقتنعوش خليكي في حياه الاونلاين، لان زي ما هو موجود حضوري موجود اونلاين برضو كتير على فكره، وبيتكلموا في نفس الكلام ده برضو. طيب انا مش لاقي حاجات اونلاين. حاول بقدر الامكان او مش بتيجي حاجات قدامي. انا بقدر الامكان ان شاء الله اي حاجه اونلاين وحاجه مفيده ليكم، انا على الجروب اللي معاكم فيه ده هبدا انزله يعني باذن الله، اي حاجه مفيده، اي ايفنتس اونلاين هحاول انزلها لكم ان شاء الله. تمام. تمام، شكرا جدا. العفو. اوكي. عليا. طيب حضرتك كنت عايزة اسألك اخر سؤال. بمناسبة يعني مجال البرمجة كده، أنا كنت عايزة أختلط بناس وكده يعني مهتمين بنفس المجال أو هم أصلا اوريدي شغالين في المجال. في نفس الوقت عايزة أبدأ أشارك في مسابقات وكده وأبدأ يعني أختلط بالمجال، بس أنا مش عارفة يعني إيه البداية أو البداية بتاعتك هي البحث العلمي. أنت تتصوري بقى تقولي إيه البحث العلمي؟ هو ليه علاقة بالبرمجة برضو؟ هتلاقي في المركز البحث العلمي موجود قسمين، قسم العلمي وقسم البرمجة، فاهماني؟ فهتبدأي هم يوجهوكي، وكمان في حاجات كتيرة قوي يا شباب بتتعمل في أحمد زويل. أنا أعتقد حتى لو الأهالي مش راضية بالمؤتمرات اللي هي بتبقى حوالينا وكده، أعتقد لما يسمع إن مثلا في مؤتمر في أحمد زويل في جامعة النيل في حاجات اللي هي الكبيرة دي، هيبدأ إن هو وقتها يحس لا ده أنت فعلا رايح على حاجة كويسة، حاجة هتستفاد منها فعلا. معايا علياء؟ وان شاء الله هحاول انزل لكم على طول الحاجات السيشنز اللي بتكون فيها البرمجه وما الى ذلك، عشان تحسي ان انت تندمجي اكتر مع الناس. وميزه على فكره، ميزه في كل حاجه كمان، ان انت لما تيجي تحضر مؤتمر واحد هتلاقي نفسك بيديك خيط لحته ثانيه. يعني مثلا انا دلوقتي بكلمكم على السوفت سكيلز، دخلت لكم في حته ثانيه، هبعت لكم لينك فلان او لينك ايفنت كذا، اللينك ده هيوصلكم لحد تاني وما الى ذلك. المهم بس ما تبقاش محرج، حاول تندمج مع اللي حواليك. اوكي تمام. شكرا حضرتك. اتفضلي يا فاتن. اعتقد فاتن اخر حد محتاج عنده سؤال. فاتن يسري جوهر من كلية آداب، قسم عبري. تمام. جامعة المنوفية. اوكي ان شاء الله. انا كان حلم جدا ان ادخل تمريض وما قدرتش انا اجيب تمريض وكده. سامعيني؟ سامعاكي. تمام. كان حلمي اخش تمريض وكده وما جبتش المجموع يعني، ودخلت كلية قسم برضه مش عاجبني مع اني جايبة فيه امتياز السنة ديت، وكان صحابي كلهم بصراحة شايلين مواد كتير، بس الحمد لله انا قدرت ان انا اجيب امتيازات في السنة عامة. بس مشكلتي برضه انا متضايقة من القسم، وانا لا حابة ان انا اغير. يعني انا كان في قدامي قسم بفلوس وكده، اسمه ترانسليتور او ترانسليتنج، اسمه قسم ترجمة يعني. تمام. انا عارفة. كنت بحاول اني انا بفكر يعني ان انا ارجع السنه دي تاني واخد هبقى قسم ترجمه يعني. ده يكون افضل ولا اكمل في القسم اللي انا فيه وبعدها اشوف كورس انجليش مثلا في بريتش كاونسل او اي حاجه؟ هو انتي سنه واحده بس اللي عدت منك؟ ايوه. بس هقول لك حاجه، انتي لما ترجعي السنه برضو مش يعني بصي،
هقول لك حاجه احسن. انتي زمان برضو كنت بفكر برضو احاول واروح علوم تاني بعد ما دخلت تربيه وكلام كده ايه، حسيت يعني قعدت افكر في افكار كتيره زي كده. انا لقيت الافضل ان انا امشي في الطريق. يعني هو اكيد برضو الكليه فيها وقت كتير تقدري ان انت تاخدي كورسات ان انت كنت تمسك فيها في كليه تانية، لانك برضو لو رحت الكليه التانية يعني هتفتكري ان انت يعني هتحقق الحاجه اللي كانت في دماغك. الكليه مهما كانت على فكره للاسف ما فيهاش كل حاجه انت تمسكوا فيها. يعني هندسه، اخواتي دخلوا هندسه ودخلوا حاسبات، الاثنين اللي دخلوا هندسه وحاسبات ما لقوش الحاجه اللي هم كانوا منتظرينها من هندسه وحاسبات. اضطروا ياخدوا كورسات خارجيه، اضطروا يروحوا ورش عمل، اضطروا يروحوا مؤتمرات عشان يتعلموا الحاجه اللي هم محتاجين يتعلموها، اللي كانوا فاكرين ان هم اول ما يدخلوا الكليه هيتعلموها. لان برضو بيبقى انا على نفس المبدا، ان هنقرا من كتب، هنعمل كذا. انت عايزه تبقي مترجمه، حلو، في كتير جدا بيتخرج من ألسن وما بيشتغلش اصلا في الترجمه. ماذا لو ان انا قعدت ادرب نفسي؟ وبالنسبه ان في ناس سالت برضه في الشات ازاي ادور نفسي بالانجليزي، هبعت لكم مواقع اجنبيه تتكلموا مع ناس اجانب براحتكم، تقدروا تسمعوا. وبرضه هبعت لكم فيديو على فكره بقول لكم ازاي تطوروا الانجليزي بتاعكم. فهتبداي ان انت تسمعي، تشوفي المواقع اللي فيها الحاجات الانجليزي وتطوري نفسك واحده بواحده. في حاجه اسمها كورسيرا، موقع كورسيرا ده بيبقى للطلبه فور فري، تقدر تعمل حاجه اسمها دعم مالي وتاخد الشهادات بتاعتها وتاخد التدريبات كلها مجانيه وتاخد الشهادات بتاعتها. فانت ممكن برضو تبداي تدخلي في اسمه ايه ده، في الترجمه وما الى ذلك عن طريق ايه الموقع ده، عن طريق البرنامج ده. وهنزل لكم اصلا لينك فيه كل الحاجات دي متجمعه ان شاء الله. طيب في حاجة برضه عندي كمان، أنا كنت طبعا بخش تمريض وكده، فقدامي دلوقتي إن الكلية بصراحة ما بتاخدش مني وقت كتير، بتاخد مني مثلا ساعة ساعتين في اليوم بس. مين الكليه بتاعتك كده؟ اه. طب ده انت زي الفل، ده انت حياتك كده جميله ما شاء الله. فأنا كنت بفكر طالما كنت عايزة آخد تمريض في أكاديمية تمريض في شبين عندنا، في شبين الكوم يعني. انت عايزه انت من محافظه التقالية؟ المنوفية. والله امال شبين الكوم دي حسيت ان اسمها في مصر، يمكن. ماشي. طب كويس. بس هقولك حاجه، تاخدي حاجات في التمريض، مش انت عايزه ترجمه اتغيرتي؟ ما هو لا، ما انا بقول دلوقتي والله انا ما مشيتش مثلا غيرت في الكورس اللي هو القسم وكده. لا، قلت طالما في قدامي فتح لي فرصه تانية ان انا اشتغل برضه في مستشفيات خاصه، بما اني اصلا المستشفيات كلها هتتخصص بعد كده فكله هيبقى خاص. بس انا فان اقول دي لك حاجه، لو برشح لك يا فاتن عن طريق يعني اللي انا شايفاه في الواضح دلوقتي قدامي، اللغه الانجليزيه واللغات ده رقم واحد في السوق. تشتغلي مدرسه، تشتغلي في الترجمه، تشتغلي في الكتب، تشتغلي في الكتابه، تشتغلي فيها شغل كتير جدا متاح ليكي بجد. فاهماني؟ التمريض متاح بس بيقل من مكان لمكان، ومرتباته مش بتقدري تتحكمي فيها قوي. ادي ان انت ممكن تبقي بتشتغلي في الترجمه وما الى ذلك، لو حصل زي ما حصل في كورونا او حصل كذا او حصل كذا تقدري تشتغلي وانت في البيت اونلاين. لكن التمريض هتشتغلي اونلاين ازاي؟ انا بقول لك برضو ايه على الاحتمالات الموجوده. طيب ولو انا برضو حابه ان انا برضو احضر ايفنتات ومؤتمرات تبع الجامعه وكده، مش بقيت عارفه، يعني مش عارفه حتى اتاقلم في الكليه عامه ان انا مثلا اخش في المؤتمرات بتاعتها، مش عارفه، مفيش حد يوصلني، حتى صحابي كلهم مفيش حد. شفت ناس حد قديم كده حلو، توصلي مع الدكاتره بتوعك وقول لهم الجمله دي، قول لهم انا حابه احضر مؤتمرات ليها علاقه باللغات. هتلاقي في دكتور من العشرة اللي انت هتكلميهم هيوصلك بحد انت عاوزاه. انا كنت في اولى جامعه برضو تايهه ومش عارفه اعمل ايه، وعايزه اوصل لمدارس وعاوزه اوصل لكده. كلمت دكاتره كتير وما كانش في ناس كتيره بتفيدني، لحد ما جه واحد سبحان الله لحد الان على فكره بيساعدني لحد الان برغم ان انا اتخرجت من 2019. انا اتكلمت معاه قال لي انا موجود في مدرسه كذا ممكن تروح تتدربي فيها وممكن كذا وكذا. فطبعا الدكتور ده وصلني بالمدير ده، وصلني بالمدرسه دي، بدات اشوف مؤتمرات كذا كذا. كل الكلام ده بيوصل عن طريق ان انت اسالي الناس اللي هم ليهم مركز. يعني ليهم مركز يعني هم دكتور، معيد، مدرس كبير، مش عارف ايه، الناس دي بتوصل ببعضها. فاهماني؟ ما تيأسيش. هتوصلي. اصلا المؤتمرات دي حاجه معروفه قوي وموجوده كل شويه تلاقي في حته اصلا مؤتمر. اخر سؤال بقى عباره عن السوفت سكيلز وكده. تمام، انا اوقات كتير بيكون عندي المايند عندي حرفيا، يعني تفكيري بيكون واقف، اوقات كتير بكون مشتته، ما عنديش باك جراوند لاي حاجه. انا بحس ان انا خارجه من الثانويه او كده، حاسه ان انا ما عنديش معلومات،
في حاجات كتير واقفة في حياتي، ما اجيب مصدر معلومات منين مش عارفة كده. جميل. عشان كده يا فاتح بنعمل ايه من فتره لفتره، بنعمل او الحاجه الاساسيه انا بعملها. انا على فكره لحد الان لحد اليوم كل يوم لازم افتح حاجه ليها علاقه بالساينس واقرا فيها وادرب نفسي فيها واطور نفسي فيها. لازم ان انا كل يوم اطور نفسي في الحاجه اللي انا نفسي فيها. كل يوم كل يوم انا مثلا ايه، انا اوريدي اصلا فعلا دماغي تاهت، انا مش عارفه انا عايز ايه. زي مثلا اول ما اتخرجت من الثانويه في السنه الاولى ما كنتش عارفه انا عايزه ايه بالظبط، فاهماني؟ كنت موضوع يعني ايه، انت كنت في دماغي طب بيطري، فجاه بابايا كان بيقنعني ان انت بتحبي الرسم فادخلي فنون جميله. انا بقول لكم بقى القصه اللي حصلت معايا يعني في بدايه الكليه دي، حصلت عملت لي دروب فظيع بالنسبه لي صراحه. انا في هدفي كان طب بيطري، فجاه رحت بابايا اقنعني ان تدخلي فنون جميله عشان انت بتحبي الرسم. قلت له لا انا بحب الحاجات العلميه. قال لي خلاص تدخلي تجاره، ومقتنع ان انا ادخل تجاره. وكان دماغي خلاص انا هعيط يعني بعد 96% وادخل تجاره. مش حكايه ان التجاره وحشه، بس انا حابه حاجه علميه يعني. انا يعني ابقى معايا علوم وتربيه ومش عارفه ايه ومش عارفه ادخلها. ففي الاخر قلنا خلاص انا عايزه ادخل علوم. رحت كليه علوم، ناس مش ولاد حلال خالص يعني قالوا لا كليه علوم صعبه ومش عارفه ايه وما تدخليهاش وصعبه وكلام كتير قوي وخوفونا وخرجنا. فدخلت تربيه. لما دخلت تربيه لقيت ان احنا اصلا بندرس في علوم. يعني انا لقيت تربيه، انا قسم كيمياء، كل دراستي في علوم اساسا. يعني انا لو كنت دخلت علوم كنت اثرت اتجاه المسافه عليا. فالاحسن نسال اكتر من حد، احدد هدفي. خلاص انا ايا كان اللي حصل انا عايز ايه دلوقتي. انا عايزه اكون محاضر، عايزه اكون مدرسه شاطره، انا عايزه اكون اتعلم لغات. يبقى انا احدد كل حاجه انا عايزاها. احدد انا ايه، عايزه اتعلم لغات يبقى هسمع انجليزي، هسمع اللغه التانية اللي انا عايزه اترجم ليها، ابدا اشوف الكورسات اللي ليها علاقه بيها، اشوف الكورسات اللي بفلوس ويا ترى ايه الكورسات المماثله ليها تكون ببلاش. في يوديمي، في كورسيرا، في ادراك، في فرصه، في حاجات كتير قوي كمان مجانيه اصلا من غير كورسيرا اساسا. فاهمه قصدي؟ هو الموضوع بيبقى مرهق بس صدقيني بيبقى حلو قوي بعد كده، تحس ان انت حطيت رجلك يعني في اول الطريق. اتفضلي يا نجار. حضرتك دلوقتي انا معايا كورس من الجامعة الأمريكية انجلش، تمام؟ جميل. وبتابع يعني القناة على اليوتيوب عادل إبراهيم. جميل ما شاء إبراهيم الله. عادل، سوري. شغال. فدلوقتي اكتفي بيهم ولا يعني في حاجات تانية ممكن ازودها؟ الاحسن بالنسبه لي واللي عمل لي تطور ان انا بسمع افلام ديزني اللي هي الحاجات الواقعيه بتاعت حياتنا اليوميه. بسمع كتير. ايوه بس مش تسمعي بس، تكلمي، تعملي الموقع. عارفه كانك كانك بتعملي ايه، اسمها ايه، كانك بتعملي اكتنج للمشهد تاني. مثلا I'm not looking at you. فاهمه. I'm not looking at you وتقعدي تقولي بصوت عالي على اساس ان انت تبقى ايه، بتبداي تدربي نفسك. بس انا لو عملتي كده فعلا الموضوع الانجليزي هيفرق معاكي جدا. مش تسمعي بس شادوينج. ايه اسمه شادوينج. ايه تمام. انا مش بحاول ان انا ما استخدمش مصطلحات انجليش كتير عشان ايه كله يبقى فاهم يعني. تمام. اوكي نجار. في حد عنده اي سؤال تاني يا شباب؟ عنده اي حاجه كده؟ شكلنا هنخلص الفجر. حد عنده اي سؤال يا شباب قبل ما نقفل السيشن؟ اعتقد كده بح. الحمد لله. عامة شباب اتمنى لكم تكونوا استفدتوا النهارده. وشباب ثانوي خليكم ركزوا في الثانوي بتاعتكم وان شاء الله اشوفكم على خير.